السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فإنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب مع متن الشجاع. والله تبارك وتعالى اسال ان يتمه علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيه واياكم من الخطا والزلل، انه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وصلنا في الكلام معكم الى فصل في قسم الصدقات. تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واله واصحابه النبيين والصالحين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين. قال القاضي ابو شجاع رحمه الله: فصل في قسم الصدقات. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. اسمع كده عندك، شوف الصوت شغال مش شغال. في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: وإلى من يوجب منهم، ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العالم. 5 لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز باسم كونهم غزاة أو غارمين. احسن الله عليك. طبعا انا شايف ان امبارح تكلمنا برحمه الله تبارك وتعالى وبفضله علينا عن آه عن زكاه الفطر. طبعا احنا قلنا زكاه الفطر بس كان مساله اردت الاشاره عليها، ولعل اخواني مثلا تعثر عليهم هذه المساله، فاردت التنبيه اليها. لما قلنا زكاه الفطر لابد ان من شروط وجوبها ان يكون فاضلا عن حاجاته وحاجه او فاضلا عن من يحوله يوم العيد وايه؟ ما المقصود بالليله دي؟ الليله التي قبل يوم العيد ولا الليله التي بعد يوم العيد؟ اذا ذكرت الليله فانه لا يقصد بها الا الليله التي قبل اليوم، الا في مثل هذا الموقف. يوم يعني ليله يوم عيد وليلته، المقصود بها اللي هي ايه؟ التي بعد يوم، كما ذكر الدمياطي رحمه الله. وهذه من الاستثناءات. اردت فقط الاشاره والتنبيه لاخواني على هذه المساله. طيب مساله قال: فصل في قسم الصدقات. خلي بالك، الصدقات والزكوات. الصدقات أعم من الزكوات، والزكاة لا تطلق إلا على الصدقة المفروضة، أما الصدقات فتطلق على الصدقة المفروضة وإيه؟ والنوافل والمندوبات. تمام؟ فالصدقات أعم من الزكوات. والمسلم يا عباد الله يستحب له أن يؤثر غيره بالدنيا، ويكره له أن يؤثر غيره بالآخرة. هذه قاعدة استنبطها من أحكام الشرع ومقاصده في الزكاة وغيرها. يستحب المرء أن يؤثر غيره بالدنيا. يعني أنت قاعد بتاكل أنت واحد، في قطعة أفضل من قطعة أو شيء أفضل من شيء، أوثره به، هذا يستحب. لكن في أمور الآخرة، لا تؤثر غيرك. درس أفضل من درس، روح الدرس الأفضل. فرض مثلا تسارع أنت في هذا الخير وهذا الخير، لا تترك هذا الخير بحال من الأحوال. لا إثار في الخيرات بحال من الأحوال، ولا تقدم أي أحد على نفسك في أمور الآخرة. لكن ومع الأسف الأناني هو الذي يقدم نفسه في أمور الدنيا ويؤخرها في أمور الآخرة. ده أناني تحكمت فيه الأنانية بكل ما تحمله من تفاصيل. سبحان ربي العظيم. فنسأل الله العافية والسلام. وقال: فصل في تقسيم الزكاة. قال رحمه الله: وتدفع الزكاة. الدفع للزكاة يكون على الفور. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأمر عندنا الفورية. الأمر عندنا الفورية أصلا، يعني الأمر عندنا الفورية. اللي درس أصول الفقه الشافعية يتكلم، اللي درس ما يتكلمش ما تخرفش. أنت ما كملتش كتاب واحد أصول الفقه عشان تتكلم عن أصول الفقه الشافعية. الأمر عندنا الفورية. طيب هذا واجب تأتوني به في الغد إن شاء الله. الأمر عندنا في الفورية أو لا؟ طيب تدفع الزكاة. الدفع عندنا يكون على الفور. طيب على الفور ده بشرط إيه؟ بشرط التمكن من الأداء. يبقى الزكاة تدفع عندنا على الفور بشرط التمكن من الأداء. طيب ما هو ضابط التمكن من الأداء؟ فلو ضابط التمكن اللي أنت بتكتبه ده إحنا مضيعة للعمر. اللي أنت بتكتبه ده اسمه مضيعة للعمر. لا تعرف تذاكر فيه ولا تعرف تستفيد منه بعد ذلك. قال: الدفع على الفورية بشرط التمكن. الفورية تكون بشرط التمكن من الأداء. تمام؟ وضابط حضور مال وحضور آخذ. تمام؟ وخلو المالك من انشغال بأمر ديني أو دنيوي. انشغال بأمر ديني أو
وليكن هذا الامر الدنيوي مثلا، الديني مثلا، الصلاه، واضح؟ يبقى حضور مال، يبقى ايه ضابط التمكن من الاداء؟ يبقى الدفع يكون عن فور بشرط التمكن من الاداء. ما هو ضابط التمكن من الاداء؟ ثلاث اشياء. ما هو؟ حضور مال، حضوره اخر، المال يبقى موجود وحضوره اخر. الامر الثالث خلو المالك من شاغل او عذر ايه او ملهم ديني، او عن خلو المالك عن مهم ديني او دنيوي. تمام؟ طيب يستثنى من ذلك، من هذه الفوريه امور. نعم يستثنى من الفوريه امور. يستثنى من ذلك ان تؤخر، يمكنك او يجوز لك ان تؤخر الزكاه لقريب، يعني كنحو قريب كجار او فاضل صالح، رجل صالح مثلا جاي، هو الذي ينبغي ان ايه؟ ان تقدمه في هذا الباب بشرط. يا ترى ايه الشرط؟ في جار مثلا مسافر، استنى الزكاه لحد ما يدفع. في واحد فاضل مسافر، استنى الزكاه لحد ما يدفع. استنى، يبقى كده اخرت الزكاه ولا ما ادفع على الفور بشرط. يا ترى ايه الشرط ده؟ ممتاز. يعني انت فرضت، انت هتقول لي ايه؟ بشرط. خلاص خلاص انا خلاص هي قال بشرط الا يضر التاخير بالحضور بالحاضرين. يعني لم يشتد الضرر بالحضور ساعتها جاز لك الايه؟ التاخير. لكن اشتد الضرر بالحضور اخرج. والله هو الرزاق يرزق هذا الرجل الفاضل. يعني حضرتك انا جاري اجتمع فيه امران: الجيره والصلاح. كان مسافرا وجبت زكاه، وجب علي ان اخرجها على الفور، لكني اخرتها حتى ادفعها لهذا الجار وسيقدم بعد شهرين. هل يجوز ذلك؟ يجوز بشرط الا يشتد الضرر بالحضور. واحد جنبي هيعمل عليه مثلا، عايز محتاج فلوس، واحد مش لاقي ياكل. واضح مش واضح؟ فاهم كده سيدي؟ طيب الا يشتد الضرر بالايه؟ بالحاضرين. لكن تستثنى من ذلك. احنا قلنا حاجه عشان تساله، اتفضل يا شيخ. تقول لي ايه الدليل؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك والله، الاسئله الغريبه اللي انتم بتسالوها دي. قال وفي زكاه ويستثنى من ذلك زكاه الفطر. ويستثنى من ذلك ايه؟ زكاه الفطر. طيب ليه يستثنى من ذلك زكاه الفطر؟ لا تؤخر. ليه لا تؤخر؟ يا راجل بايام عليك. ليه لا تؤخر؟ لا، ليه لا تؤخر؟ ليه لا تؤخر؟ ليه؟ مش مؤقته بوقت يا حبيب قلبي فقط، ده سبب لانها مؤقته بوقت. جزاكم الله خير. المقصد الثاني من مقاصد الشريعه ان احنا عايزين نغني القران عن السؤال في هذا اليوم. فاهمني؟ بس خلاص. الا زكاه الفطر فانه لا ينتظر لها جار ولا صالح. تمام؟ طيب من الذي يدفع الزكاه؟ شوف انا مش معاك روحي خالص، خلي بالك. فمش عايزك ايه تشت مني. من الذي يدفع الزكاه؟ اربعه: المالك صاحب المال، وكيله الراجل اللي هو وكيله يدفع المال، اللي هو انت. يعني لما حد يقول لك يا شيخ معايا فلوس زكاه خد ادفعها، انت وكيل. تمام؟ الثاني او الثالث ولي امر. الرابع نائب. تمام؟ النية واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. من ينتوي؟ لو أخرجها الوكيل، لو أخرجها النائب لابد أن، لو أخرجها المالك لابد أن ينتوي. تمام؟ طب لو أخرجها النائب تكفيه، لو أخرجها النائب تكفيه نية النائب ينتوي، الوكيل ينتوي إن أذن له الإيه؟ إن أذن له المالك، إن أذن له المالك. طيب ولي الأمر ينتوي عن المالك؟ قال لك لا، لا ينتوي عن المالك. فولي الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الولي عن وليه، يعني مثلا واحد وصي على مال هو اللي ينتوي وجوبا. اما الامام ففقط يشترط اذن الايه؟ اذن المالك اللي خد بيت زكاه مالك. تمام؟ ولا تكفي، يعني لا تكفي نيه الامام بغير اذن المالك الا في حاله واحده: لو كان ممتنعا. لو كان المالك ممتنعا عن اخراج الزكاه اخرجها منه عنوه، ولازم الولي ولازم الامام ان ينتوي عن الايه؟ عن المالك. ولازم الامام ان ينتوي عن المالك. والله تعالى اعلم. طيب يا مولانا، يبقى دول يدفعوا الزكاه؟ طيب هيدفعوا الزكاه. ها؟ الوكيل ينتوي ده. تمام؟ لكن هو الامام صاحب المال ينتوي كان فيه يزيد. طيب يا مولانا، لو انا صاحب المال ساخرجها، المالك سيخرجها. طيب لو الامام طلبها مني، الامام لو طلبها الامام مني ولو كان جائرا وجب ان يدفعها المالك اليه بشرط ان تكون اموالا ظاهره. اما ان كانت اموالا باطنه فلا. تمام؟ طيب يبقى المالك له ان يوزعها بنفسه. طب لو الامام طلبها، لا، لابد ان يعطيها له لو كانت اموال. طب زكاه الفطر اموال ظاهره ولا باطنه؟ اتفضل يا سيدي. زكاه الفطر اموال ظاهره ولا باطنه؟ باطنه. باطنه. باطنه ولا ظاهره؟ ايه هي الاموال الظاهره؟ الزروع والثمار والايه؟ والمواشي. الزروع والثمار والايه؟ والمواشي. الاموال الباطنه عروض التجاره، الاثمان، الركاز. اتفضل. الفطر ظاهره ولا باطنه؟ نعم باطنه. ليه؟ زكاه الفطر عروض الثمار ظاهره ولا باطنه؟ ممتاز. لأن مبنى وجوبها على اليسار، وهذا أمر خفي باطن. هي زكاة إيه؟ باطنة.
واضح؟ طيب الحمد لله. طيب هدفعها لمين؟ قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. إيه الأصناف الثمانية دول؟ قال الله تبارك وتعالى، ركز معايا في الآية ديت عشان فيها شغل متين جدا المصريين يعني والفقهاء. قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه ثمانية أصناف ذكرها ربنا سبحانه جل وعلا في كتابه، فقال في أول آية إنما. هذا أسلوب حصر وقصر، قصر الصفة على موصوفها، قصر الصدقة على مستحقيها. تمام؟ هذا قصر صفة على موصوفها، أي قصر الصدقة على موصوفها. ففهم الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة من هذا الحصر والقصر أمرين: الأول أنها تخرج بهذه الأصناف الثمانية لا لغيرهم، فهي محصورة مقصورة عليكم السلام. هي محصورة مقصورة على الثمانية فقط لا تتعداهم. الأمر الثاني أو الفهم أو الأمر الثاني الذي استفدناه من هذا الحصر القصر إيه هو؟ أنها وجب عليك أن تستوعب الثمانية أصناف. يعني وجب عليك أن تخرج الزكاة للثمانية فقط لا لغيرهم، مستوعبا للأصناف الثمانية. واضح؟ يبقى احنا عندنا لمن تدفع أو يكون مالكا. لو كان إماما فله حالان: الحالة الأولى أن يكون الفقراء أو يكون المستحقين محصورين. يعني إيه؟ هو حصر المستحقين مثلا 300 400 ألف أي كان حصرهم، والمال واف أو المال مستوفي لهؤلاء لهذا الإيه؟ لهذا العدد. فهذا فعلى الإمام أن يستوعب الأفراد كلهم، أن يستوعب الأفراد كلهم بالعطاء على وجه المساواة عند تساوي الحاجات. لكن اختلفت الحاجة مفيش مساواة إلا العامل فإنه لا مساواة معه، فإنما يأخذ أجرة المثل. طيب يا مولانا، إن كان الفقراء غير أو كان إن كان الفقراء غير محصورين أو كانوا محصورين لكن المال لا يوفي، كانوا محصورين المال لا إيه؟ لا يوفي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعمل إيه؟ قال لك لابد أن يأخذ أقل شيء لا يقل عن 3 أفراد من كل سنة إلا العامل فقط. تمام؟ يأخذ 3 أفراد من الفقراء، 3 أفراد من المساكين، 3 أفراد من العاملين، 3 أفراد من في الرقاب المغارمين في سبيل الله كده. قد يقول قائل يا مولانا اشمعنى 3؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، والفقراء جمع، وأقل الجمع 3. واضح؟ طيب لكن يجوز في هذه الحالة أن يقتصر على أقل، لا يجوز له أن يقتصر على أقل من 3 من كل صنف غير العامل. العامل لو 10 هيدفع لهم زكاة أجرهم، ولو 1 هيدفع له أجرته. أما إن كان الدافع مالكا هو المالك فهذا الواجب في حقه أن يدفع المال إلى 7 أصناف. إيه اللي طلع؟ العامل، لأن مفيش عامل خلاص، عند اللي موزع خلاص العامل مش شغال فسقط العامل، فيكون له حال. يكون مثلا راجل غني جدا، امواله ضئيله جدا 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 جدا، وعنده قريه عزبه، تمام، فحصر فيها الفقراء وماله يستوعب في هذا الحال الاول. تمام. الفقراء محصورين وماله يستوفي هذا، وجب التعميم على احد هذه الاصناف كلهم والتسويه عند تساوي الحاجه. طيب مالك لكن اخره هيطلع مثلا 25,000 لو عامل يعني هيكفي الفقراء كان البلد؟ لا طبعا. فقال لك يجب عليه ان ايه؟ يستوعب من كل صنف من ال7 3 أفراد فاكثر، لا يقل عن 3 ايه؟ افراد. طيب مولانا انت ممكن تقول لي الكلام صعب جدا صحيح؟ شوف بقى الشافعيه يقول لك ايه؟ كما قال ابن عزلان وغيره 3 مسائل يعمل فيها بغير النسبه، وذكر منها هذه المسائل. طيب ليه؟ هل من اجل الدليل؟ قال لك لا، من اجل الصعوبه على الناس والتيسير. يا اخي لو هو ده الدين يبقى مش صعب. لو هو ده الدين يبقى مش صعب. سبحان ربي العظيم. هل لو كان الشافعي حيا يرضى بذلك؟ هو انا تعرف لو قال لك ايه؟ يقول لك بس حاجه واحده بس، يقول لك يا مولانا النبي عليه الصلاه والسلام قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. مش عايزك تمشي بالدليل. يعني الدليل اصلا مع المخالف، وان الحصر والقصر لا يستلزم منه استيعاب 8 أصناف، اذ ان النبي عليه الصلاه والسلام في اكثر من حديث اخذ صدقه من احدهم فاعطاها اليه. ده صنف واحد.
الى صنف واحد وشخص واحد. لما قال اتى له رجل قال اني يعني كان يغرم غرامه فقال انتظر حتى تاتينا صدقه فنعطيها ايه؟ فنعطيها لك. صنف ايه؟ واحد. وحديث معاذ فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتردوا على صنف واحد. ده الحديث الاول شخص واحد، والثاني صنف ايه؟ صنف واحد. سبحان ربي العظيم. يقول لك وهذا يجوز في المذهب عندنا من اجل التيسير عن الجواز يفتى في المذهب في الزكاه بثلاثه مسائل بخلاف المذهب. سبحان ربي العظيم. هو حرام تقول والدليل خلاف ذلك؟ هو ايه يعني؟ والله مش مستوعب. بس حقا هم ما خرجوا من اجل الدليل، هم خرجوا من اجل الدليل. سبحان ربي العظيم. كل ده عشان برضه اخطا الشافعي او اخطا ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله. طيب ليه هم ما بيخطئوش؟ يقول لك اخطا بس مش احنا اللي بنخطئهم. ايضا يعني خلاص يبقى مش انت خطاهم، طب امشي كنت مخلدا وامشي زي ما هم بيقولوا. قال لك لا احنا المساله صعبه على الناس، هنعمل ايه؟ هناخد بمذهب ثاني من باب التيسير. طيب ده دين؟ ده دين؟ سبحان ربي العظيم. اي دين هذا؟ اي دين هذا والله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يا مولانا لما طلع الفقراء والمسكين، شوف بقى الجمال، يطلع يدي الفقير قد إيه؟ قال يعطي الفقير والمسكين الله كفاية غالب عمري. كفاية غالب عمري. طب غالب العمر كام؟ 62 سنة من لحظة الوفاة، من لحظة الولادة. يبقى عنده 40 سنة هديله ما يكفيه 22 سنة. تمام؟ خلي بالك ده في تفاصيل أكثر من ذلك جميلة. يعني مثلا لو كان مش أهل التجارة أشتري له حاجات يتاجر فيها. لو كان هو تاجر مثلا، طب لو هو مش اهل التجاره اجيب له حاجه تعمل له ريع تغنيه، يعني يتحول لانسان ايه؟ مكتفي. لو كان اهل التجاره اخليه يشتغل في التجاره. لو كان مش من اهل التجاره اشوف حاله عامل ازاي، في حاجه تطلع له ريع ولا حاجه كده. سبحان ربي العظيم. هذا الفقراء والايه؟ والمساكين. طيب العامل يعطيه اجره المثل. طيب والمؤلفه قلوبهم. المؤلفه قلوبهم صنفان هيتكلم ان شاء الله كلام عنها. مؤلفه الكافر ومؤلفه المسلم. عندنا في المذهب لا يعطى الا المسلم من اربعه اصناف سياتي الكلام عنهم باذن الله تبارك وتعالى. لكن المؤلف يعطيه ما يراه الامام مناسبا. ما يراه الامام مناسبا. اما المكاتب المكاتب والغارم لغير اصلاح ذات البين، مديون بس مش اصلاح ذات البين، فهذا ياخذ ما عجز عن سداده. دفعت قد ايه؟ 1000 فاضل لك انت 9000 خد. انت عايز دين معاك تدفع ادفع، معاكش خد ادفع كمل بس. تمام. اما الغارم لاصلاح ذات البين، راجل غني خلي بالك هو بس دفع عشان يصلح ذات البين او يحقن دماء، هياخذ ما يوفي دينه ولو كان غنيا، اذا ان هذه مكرمه. وفي حجم المال عن امثال هؤلاء احنا قلنا في ان نخلي الناس اللي بتحسن والناس اللي بتخرج تقول لك ايه؟ انا غلطان اللي خدمت واحد صاحب الشباب، انا غلطان اللي دخلت في حاجه زي كده. شوف مقاصد الشريعه لما يكون داعي الى الله سبحانه جل في علاه بيوجه الناس ان هم يتركوا الالتزام بسبب افعال الخبيثه المشينه، ان هو يقابل الاحسان بالاساءه. سبحان ربي العظيم. عشان كده خلي بالك من نفسك ما تكونش صد عن دين الله سبحانه جل في علاه. نسال الله العافيه والسلامه. كذلك وابن السبيل. وطبعا يا اخوانا الناس عشان تختلط، ما حدش يقول لي طب انا اختلطت يا شيخ مش عارف. لا تختلط معاكش وفاء، ما تختلطش يا اخي. يغفر للشيخ كل شيء الا الدين، كل شيء الا الدين. عيش على قدك والله سيوسع عليك سبحانه جل في علاه. ايه الاشكال؟ سبحان ربي العظيم. هو يا اخوانا كان يمين الشنقيطي رحمه الله عليه كان يقول ايه؟ من استطاع ان يعيش على رغيف خبز وجرعه ماء فلن يتحكم في احد. ليه؟ مش حدش يمنعك في الخبز، هتلاقيه في الزباله، والعيش من الزباله كله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما حدش يتحكم فيك، ما حدش يتحكم فيك اكتر من كده. انت خليك تتحكم فيك بسبب شهواتك. نسال الله العافيه والسلامه. يقول يمين الشنقيطي رحمه الله اتيت من شنقيطي الى بلاد الحرمين وفي قلبي كنز قل ان يوجد عند غيري وهو القناعه. القناعه رحمه الله عليه. طيب ابن السبيل. ما ابن السبيل؟ ابن السبيل ده واحد تايه اكرمكم الله، او مش تايه، واحد فقط. عارف انت ناس بيقول لك يا شيخ انا من طنطا وبطاقتي وقعت. طبعا الحمد لله رب العالمين ولاد السبيل كتير. ولاد السبيل فيقول لك انا من طنطا وبطاقتي وقعت. تمام. فانت طبعا بتعمل نفسك ايه؟ عمر بن عبد العزيز. خلاص بقى انت لازم تقف مع الراجل الكبير. مره واحده تلاقيه هو في نفس المكان، نفس الشخصيه ونفس الطريقه. قلت له يا عم الحاج انت ما طلعتش غير هنا. تمام. قال لي يا حاج انت قابلني من يوم كذا 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 وحصل كذا كذا كذا. قال لي يا ابني بتهزق ايه يا ابني كده؟ لسه بتكمل المشهد يا حاج؟ حاج في ايه؟ الستاره خلصت يا حاج. احنا عرفنا المخرج بيقول لك كات. خلاص يابا عرفنا ان حضرتك نصاب والذي رفع السماء بلا عمل. والله مفيش. احنا قابلني هنا في كرموز والله العظيم. ده انت صاب بقى طلع ساكن هنا عندكم مستقصدني بقى. فلما قابلني قال لي يا قلت له يا حاج والله انا بقول لك انت نصاب، انت مش مسافرني ولا ايه؟ ما مش معقول. المره اللي فاتت زعقت لك قلت لك انت نصاب. طب يا حاج لو قابلتك تاني صدقني هتتضايق مني. قابلته في المشروع
كنت بسجل في احد المساجد الحزب النفاس، قابلته في المشروع قلت له ها الشغل فين النهارده؟ قال لي 45. سبحان رب العظيم. فربنا يتولانا برحمته. فابن السبيل، اولاد السبيل دول ياخدوا ايه؟ ها؟ ياخدوا ما يكفيه، ياخذ ما يكفيه الى ان يوصله الى محله. ما يكفيه يوصله الى ايه؟ مع اعتبار حالي. يعني عيل ابن ناس كده شبه مروان مش متعود انه يشيل المتاع، ياخد اجره واحد يشيل له متاعه. واحد ابن الناس مثلا شبه مروان مش متعود ان هو يمشي على طول يركب الايه؟ المكنه اللي اصيبت بحادثه اليمه الحمد لله ربنا يعافيها. تمام؟ ربنا سبحانه يخلف عليه خيرا قولوا امين. ها يعمل ايه؟ ها نأجر له مكنه يركب او نأجر له حد يركبه. تمام؟ فياخد ما يكفيه يوصله الى بلده او الى ماله. يقول لك مثلا انا وصلني مثلا، انا عندي مصنع، انا عندي بيت في المكان الفلاني، وصلني بس ليه. ها او ياخد ما يوصله الى ايه؟ الى ماله. الى ماله. تمام؟ ياخد الى ماله ويوصله الى ماله فقط. طيب الغازي يعطى حاجه وحاجه عياله في ذهابه وايابه ومكثه واقامته يعني، ويهيأ له مركب ان طال سفره او كان لا يطيق المشي كذلك، ويهيأ له ما يحمل عنه زاده ومتاعه ان لم يعتد مثله على حملها كابن السبيل. تمام؟ طيب يا مولانا دول الثمانيه اصناف اصلا. طيب انقل الزكاه، ينفع اطلع الزكاه في حته ثانيه يا شيخ مروان؟ او المذهب عندنا بيقول لك دي برضه المساله الثالثه هنخرج بيها بره المذهب. تمام؟ ينقل الزكاه، المذهب عندنا انه لا ينقل الزكاه، تعليمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. الذي قال ينقل الزكاه فهمها فقرائهم عن فقراء المسلمين، والذي قال لا تنقل الزكاه فهمها عن فقرائهم عن فقراء بلدهم. تمام؟ ولان الفقراء تعلقت اطماعهم وانظارهم بمال الغني، وشيك رايحه جايه رايحه جايه قدامي، ولما تعدي السنه ما الاقيش، الاقي انت اللي اعطاها الصومال. سبحان ربي العظيم. قال نقل الزكاه يحرم عندنا في المذهب. تمام؟ يحرم نقلها عن محل وجوبها مع وجود المستحقين، بشرط وجود الايه؟ المستحقين. فخرج ما لو عدم المستحقون في البلده مثلا. عدم الايه؟ المستحقون، ما فيش مستحقين خلاص الحمد لله كلهم اغنياء، اللهم لك الحمد والشكر والفضل والنعمه. تمام؟ الناس اغناهم الله من فضله سبحانه جل وعلا. كده ساعتها هنعمل ايه؟ هناخد الزكاه ننقلها لاقرب بلد. طيب كان فيه وكفيناهم الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. شوف كلام عن الزكاه عز والذي رفع السماء بالعمل. كنت بحضر فصل درس الزكاه من منار السبيل في فضيله الشيخ الطيبه حفظه الله واجزل له المثوبه وطال الله في عمره. والله العظيم والذي رفع السماء بالعمل كنا بنعيط. بيقول لك الزكاه او الفقه يخلي الانسان قلبه يجمد. ده انا درست فقه، انت درست فقه غلط طبعا. انا ايه ذنب ان درست فقه غلط؟ والله العظيم من بديع تشريع الملك سبحانه جل في علاه تبكي. ايه ده؟ تشريع جميل، تشريع عالي راقي، قمه في العلو سبحان رب العظيم. تشريع حكيم حميد، اللهم لك الحمد والشكر والنعمه. قال فخرج ما طبعا بقى شيخ راس ده فقه ايه؟ حنبلي. لو انت مش فقه ايه؟ شافعي. يبقى انت انسان ايه؟ منافق؟ تبقى حنبلي في الباطن شافعي في الظاهر. ها؟ ربنا علمنا ايه. فخرج ما لو عدموا او عدموا ما لو عدموا. تمام؟ او اتى فاضل نعمل ايه؟ لو عدموا الزكاه تطلع لاقرب بلده، لو فقه فضل الزكاه تطلع لاقرب ايه؟ خلصنا الباقي كل المستحقين وتبقى مال بركه. سبحان ربي العظيم. هنطلع لاقرب ايه بلده. طيب يا مولانا عدم بعضهم يعني ايه؟ ولاد السبيل مش لاقيينهم، مش لاقيين ولاد السبيل. تمام؟ وغطينا كل الباقيين، نعمل ايه؟ نودي لولاد السبيل التانيين؟ لا، نرد الباقي من هذا لمستحقي هذا البلد، للمستحقين الاصناف الاخرى. يبقى لو عدم بعضهم او فضل عنه شيء، يعني طلعنا ابن سبيل ومفيش ابن سبيل تاني وفضل عنه شيء، رد على الباقين ان كان فيهم نقص عن كفايته. طب لو ما كانش فيه نقص عن كفايته نطلع على اقرب بلده. والامام لا يحرم عليه نقل الزكاه، لا يحرم عليه نقل ايه؟ ولو مع وجود المستحقين، ولو مع وجود المستحقين. طيب تعالوا نشوف المصنف او الشارح قال ايه في الجزء اللي احنا قلناه ده، جزء صغير فهنكتفي ونمشي. قال وتدفع الزكاه الى الاصناف الثمانيه. قال فورا اذا تمكن من الاداء بحضور مال واخذ للزكاه، وله طبعا حضور مال واخذ للزكاه بتكتب كده عدم انشغال المالك بمهم ديني او دنيوي. قال وله التاخير لانتظار قريب او جار او احوج افقر يعني او افضل ان لم يشتد ضرر الحاضرين. هذا شرط وقيد لجواز التاخير. طبعا وما دليل التاخير؟
طبعا دليل الفوريه انت هتجيبوه. تمام. طيب ما دليل او انت تاتيني تقول لي انت عايز اهو. قال له التاخير ليه؟ ده من باب تعارض المصالح، فتقدم المصلحه الاعلى عن المصلحه ايه؟ الادنى. تمام. يعني مصلحه ان انا ادي لواحد صالح افضل ما ادي لواحد هنا. تمام. بس ومفسده اللي انا افوت عن اهل الصلاح الخير. اخواننا الزكاه اصلا واحد ما بيصليش يديله الزكاه ليه؟ يستعين بها على ايه؟ يستعين بها على تربيه اولاده كالخنازير، لا يامرهم بصلاه ولا بصيام ولا بقران ولا بدين، وتترك من يامر اولاده بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وينشئ اولاده نشاه سويه ويساعدهم في اقامه الصلوات والصيام واركان الاسلام، تتركه محتاج. تلك اذا قسمه ضيزه. قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية أي إلى جميعهم عند وجودهم في محل المال، فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل، فإنه يعطى قدر أجر عمله، وهذا إذا تساوت الحاجات وانحصروا. ما تساوتش الحاجات يبقى مش هدي كل واحد متساوي على اختلاف الحاجات. وانحصروا بالبلد ووفى بهم المال، فإن لم حصروا او لم يوفي بهم المال لم يجب عليه التعميم والتسويه بينهم، لكن لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه من كل صنف من الاصناف لعموم قوله انما الصدقات للفقراء المساكين عاملين عليها المؤلف قلوبهم. كل ده ذكر بصيغه الايه؟ الجمع، وقال الجمع بارك الله في سعيك. قال وتدفع الزكاه الى الاصناف الثمانيه الذين ذكرهم الله تعالى في كتاب العزيز في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله. قال الصدقات في الآية أضيفت. بص إنما الصدقات للفقراء. بص ليه حرف اللام دخل على مين؟ الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم. اللام هنا اسمها لام التمليك. إذا أخذوها فإنها تمتلك. وفي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأربعة دول لا تمتلك، بل هذه ليه؟ تصرف لهم. تمام. اثنين منهم اللي هم مين؟ الغارم وابن السبيل. الرقاب والغارم هذا تدفع لهم لغيرهم، وابن السبيل وفي سبيل الله تدفع لهم لانفسهم، بس تدفع على قدر الايه؟ على قدر الحاجه. فان فضل فاضل وان بقي باق إن اتى يعني زياده فانه ايه؟ يرد. يقول هنا الشارح قال والصدقات في الايه الكريمه اضيفت الاصناف الاربعه الاولى بلام الملك، والاصناف الاربعه الاخرى بفي الظرفيه الاشاره الى اطلاق الملك بالاصناف الاربعه الاولى لما ياخذونه، وتقييده في الاصناف الاربعه الاخيره بصرف ما اخذوه فيما اخذوه له. طب لو ابن السبيل بقى مع فلوس يرجعها تاني. تمام. قال فان لم يصرفوه فيه او زاد منه شيء استرد منهم. والاولان من الاربعه الثانيه ياخذان بغيرهم اللي هو مين؟ مين؟ في الرقاب. الغارم مين وفي الرقاب. تمام. ده ياخذ لغيره. طيب وفي سبيل الله ابن السبيل ياخذ ليه؟ لنفسه. طيب قال انما الصدقات للفقراء. هذا هو الصنف الاول، وهذا الصنف الاول فيه كلام كثير مداره عباد الله على تحقيق الوصف، ففيه فروع كثيره. لو ضبطت الوصف تعرف الكتب اللي بعد كده تفرع. لو ضبطت الوصف في حال مسكين تعرف بعد كده الكتب الكثيره ايه تفرع. يعني مثلا ايه لما اجي اقول لك الفقير والذي انكسر فقار ظهره فلم يكن فكان معدوما لا يفتقد، او مثلا لا يجد لا يجد نصف كفايته او يجد اقل من نصف كفايته الى غير ذلك. ايا كان ما يقال. لما اقول لك مثلا لو انشغل عن الكسب بالنوافل فقير ولا مش هو قادر على الكسب ويقدر ان هو يشتغل ويكسب بس ايه؟ يقدر ويستغني يعني ياتيه. لكن انشغل عن هذا الاكتساب بالنوافل ده يعتبر فقير؟ لا. لكن انشغل بواجبات او فروض كفايه. عايزك تطلب بس الاصل ان شاء الله غدا ان شاء الله تعالى لعل الله ينهينا من باب الزكاه كليه. هو سبحانه وتعالى مش عايز يعني ايه اقدم معاكم في هذا الباب يعني عشان يبقى برضه فيه فائده للاخوان. لعل الله اذا اهلنا منه سبحانه وتعالى اكمل كلام ثاني ينهينا منه سبحانه وتعالى. بس اهم حاجه تكون ضابط للمسائل نكتفي بما ذكرناه. هذا رد العلم اليه اسلم الله اعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
اللهم اجعل عملنا صالحا لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه. شوف يا ابني الست شغال. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه غيرك. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه إنك أريد ذلك وما ولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع متن أبي شجاع، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. اقرأ شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل في قسم الصدقات. قال: تدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل، و5 لا يجوز دفعها إليه: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز باسم كونهم غزاة أو غارمين. وصلنا في تقسيم الصدقات إلى الكلام عن الفقير أكرمك الله. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أول حاجة يا أخوانا الفقير. الفقير من هو الفقير؟ المذهب عندنا أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. تمام. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لكن المسكين لا يجد غنى يغني. فقوله لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، هذا فيه دليل على أن المسكين عنده غنى لكنه إيه؟ لا يغنيه. تمام. كذلك قد قدم القرآن الكريم الفقير في الذكر على الإيه؟ على المسكين. فالفقير أسوأ حالا وأكثر احتياجا من المسكين. واضح كده؟ طيب تعالى نتكلم عن الفقير والمسكين. من الفقير ومن المسكين؟ الفقير، اكتب الضابط عندك، هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ولم يكتفي بنفقة من تلزمه نفقته. هذا هو ضابط الفقير. عشان هيبقى في صح كتير. ما هو الفقير؟ والذي لا مال له، ده أول حاجة، ولا كسب له. ثالث حاجة يقع موقعا من حاجته. تمام. وليس أو لم يكتفي، خلي بالك لما يكتفي دي كلمة كبيرة مش كلمة صغيرة، ولم يكتفي بنفقة من تلزمه نفقته. يعني نشوف بقى هذه المسألة. قال: هو الذي لا مال له. يبقى لو إنسان له مال يكفيه، لو له مال يكفيه ليس فقيرا. طيب ما هو ضابط المال الذي يكفيه؟ هو المال الذي لو قسم على ما بقي من عمره الغالب كفى حاجته. يعني وليكن هو محتاج في اليوم 10 ومعاه مال معين وعنده مثلا الآن 60 سنة ومعاه مال، لو قسم هذا المال وغالب عمر كام؟ عمر الغالب كام؟ 62 سنة. يبقى فاضل له كام سنة؟ معاه مال لو قسمه على السنتين هيصرف كل يوم 10 عادي. يبقى ده فقير؟ يبقى ده له ايه؟ مال. يبقى يقول لك الفقير الذي لا مال له. يعني ايه لا مال له؟ يعني لا مال يكفيه بقية عمره الغالب. يكفيه بقية عمره ايه؟ الغالب. طيب النوع الثاني هو ما عندوش مال او ما عندوش مال لكن هو راجل تاجر بيكتسب او عنده حرفه او عنده عمل. هذا العمل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مش هنحسبها بقى بعمر الغالب، هنحسب يوم بيوم. طب انت بتقبض كل اسبوع يبقى اسبوع باسبوع، بالشهر شهر بشهر. بيقبض مثلا في اليوم ما يكفيه يوما، خلاص يبقى ده ايه؟ مش فقير. خرج من دائره الفقر والمسكنه، دخل الى جانب الكفايه. لم يصل درجه الغنى لكنه ايه؟ الكفايه. تمام. طيب بيكتسب مثلا وبيقبض في الشهر مثلا مبلغ، لكن هذا المبلغ يكفي اقل من نصف حاجته، ده فقير. يكفيه نصف حاجته او اكثر ما لم يصل لحد الكفايه يبقى ده ايه؟ مسكين. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا مش واضح الكلام؟ تمام. يبقى لا مال له، فهمت يعني لا مال له؟ ولا كسب له، فهمت يعني لا كسب له؟ احسبها بالايه؟ باليوم.
فاتي باليوم، تمام، وموقعا من حاجته. ما معنى الموقع من حاجته؟ أنا قلت نفس الكلام. ما معنى الموقع من حاجته؟ يعني نصف حاجته. الفقير ما الحاجة اللي معاه ما يكفيش نصف حاجته، يبقى ده ايه؟ فقير. طيب كفى نصف حاجته؟ مسكين. يعني لو هو بيكفيه 10 راح معاه 9 مسكين، 8 مسكين، 7 6 5 بس مسكين، لا يقع موقع من حاجات، يعني ما يبلغش نصف حاجات، يبقى 5 اسمه ايه؟ 4 فقير. واضح كده مش واضح؟ طيب يبقى هو الذي لا مال له ولا كسب له يقع موقع من حاجات. يعني ايه حاجات؟ حاجته اي صوت انقطع من اول فين؟ طيب الله المستعان، انقطع الصوت. ماشي، من اول فين بقى؟ من اول فين يا شيخ فارس؟ حاجة الفقير. طيب ماشي. ما هي حاجة الفقير؟ حاجة الفقير، ركز معايا. حاجة الفقير، لازم تعرف ان الفقير ده يا اخوانا يعني نفق، بيتكلم عن نفقة نفسه ونفقة من يعول. مين من يعول؟ اللي هم مين؟ اصول وفروع من تلزم نفقاتهم من اصول وفروع، وزوجات و وايه؟ مملوك ومملوكين، ولو كان هذا المملوك ايه؟ بهيم، عبد او بهيم اكرمك الله، هو يملك. واضح ولا مش واضح كده؟ طيب دول اللي يجب ان تلزموا نفقاتهم، ده الذي يجب ان ينفق عليهم يعني، تمام؟ ينفق عليهم في ايه؟ اكتب بقى: في مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك مما لا بد له، مما يليق بحاله وحال من يمون طوال عمره الغالب. طوال عمره الايه؟ الغالب. واضح مش واضح كده؟ طيب يبقى ما هو ضابط الحاجه؟ ايه الحاجه ديت؟ مين يقولها لي؟ لا تقول لي انه يبقى معاه ما يكفي حاجته هو ومن تلزمه نفقته من اصوله وفروعه وزوجاته ومملوكيه ولو كانوا بهائم. تمام؟ في ايه؟ في مأكل وملبس، في مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك ان كان يحتاج له مما يليق بحاله. مما يليق بحاله يعني إيه ان كان يحتاج له؟ يعني لو كانت مراته هي لازم، هم ناس ما ينفعش يعيشوا من غير عربيه، دي تلزم تحديثها. بخلاف في ناس تانيين ممكن مش محتاجين عربيه، في ناس لازم لهم خادم، دي تعتبر، هذا امر معتبر. الناس اللي متعوده على انها تخدم نفسها بنفسها. واضح؟ فلتلزم نفسها خادم اللي يبقى ليها ايه؟ خادم. محتاج عربيه يبقى له ايه؟ عربيه. تمام؟ مما يليق به. يعني ايه مما يليق به؟ يعني مسكن يليق بحالك. انت مش ساكن في جاردن سيتي مثلا، تمام؟ مسكن يليق بحالك، مثلا عربيه تليق بحالك، خادم تليق، مش لازم خادم مثلا ايه اللي هو بياخد مثلا مليار في الشهر، خادم اللي هو بيليق ايه؟ بالحال. والملبس يليق بالايه؟ بالحال. واضح ولا مش واضح؟ لحد ايه بقى؟ لحد عمره الغالب، طوال عمره الغالب، يعني عنده 40 سنه اللي يكفيه هو وعياله وزوجاته ومملوكيه بمأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك مما تلزمه بحال، مما تلزمه قصدي مما لابد له منه، مما يليق بحاله طوال عمره، عمر هذا الفقير الغالب. يعني ايه عمره الغالب؟ يعني ما بقي من عمره الغالب. يعني هو عنده 40 سنه، هيبقى 22 سنه، يكفيه ايه في اليوم مع الناس دي كلها؟ ها؟ ونديله بلا ايه؟ لحد 22 سنه. شوف الزكاه، شايف الاسلام، شايف يعني جمال التشريع، ولا حول ولا قوه الا بالله، امر عجيب والله، سبحان ربي العظيم. تجد الان اللي بيتعاملوا في اموال الزكاه بيتعاملوا يعني بكميه يعني جلافه غير متصوره والله العظيم، وكميه تحكم ها غير مبرر. غير مبرر. ما هي مش مالك يا حبيب قلبي، مش مالك، ده انت ما يجوز انك تاخرها، طالما في مستحقين ما ينفعش تاخرها الاصل، الا العذر كما سبق. صح، احنا قلنا ما يجوز تاخير الزكاه وانها تجب على الفور. ها قلت لكم ايه الدليل؟ ايه دليل المذهب؟ المذهب هل الامر على المذهب على المذهب على الفور في الاصول؟ اقول لك على حاجه، في ثلاث اقوال المساله ان هو الامر على الفور، الامر لا يفيد الفوريه ولا التراخي، الامر يفيد التراخي. الثلاث اقوال نسبوا الى الشافعي، والثلاث اقوال قال بهم بعض الشافعيه، تمام؟ وبعضهم ناس طبعا اشهر طبعا القول على الفور ده ابعد اقوال، ده بعض الشافعيه قال بيه، لكن بعضهم نسب قول كثير من الشافعيه ان هو على التراخي، وبعضهم قول كثير من الشافعيه القول ايه زي السبكي على ما اذكر يعني، ان هو القول على ايه لا يفيد تراخي ولا فوريه. لكن طالما المساله كده، ما الدليل الفوريه؟ انه يقول في المجموع دليل قول الحق تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاد واتوا الزكاه. قال وقال بعض اصحابنا ان الامر على الفور. شوف استدل بيه. لكن حقا دليل المذهب ليس ذلك. دليل المذهب ان هذا حق، اكتب عندك، ان هذا حق للفقير يحرم حبسه متى وجب من غير موجب. من غير موجب دي قاعده على ايه؟ على حبسه. يحرم حبسه من غير موجب، يعني من غير موجب يحبسه، تمام؟ لان ده مال الفقير الان، انت الان بلغ منك النصاب وحال عليه الحول، وجب عليك ان تخرج الايه؟
يبقى ده مال واجب في حقك للفقير. ها صح ولا غلط؟ طب حكم حبس مال الفقير من غير عذر؟ لا يجوز، بس خلاص يبقى امر على الفور، يبقى الزكاه اخراج الزكاه على الفور. واضح ولا مش واضح؟ النووي قال ايه؟ قال واتوا حقه، قال واتوا الزكاه، قال وقال بعض اصحابنا ان الامر على الفوريه. فاهم قصدي؟ وقال بعض اصحابنا ان الامر على، لكن هو وجهه نظر المذهب على التحقيق ايه هو؟ ان اذا وجبت الزكاه صار هذا حق للفقير، وحبس مال الفقير الواجب يحرم من غير عذر، يعني من غير موجب لهذا الحبس. واضح؟ طيب. طيب يا سيدي، بارك الله فيك. يبقى هذا هو الفقير. طيب لو كان له مال، لو فلو لم يكن له مال، لم يكن له مال اصلا، ها فقير. طب لو له كسب لكن كسب لا يليق به، مثلا امراه ربة بيت زوجها توفي ولا حول ولا قوه الا بالله وتحتاج الى نفقه معهاش، فجابوا لها شغلانه تكفيها لكن لا تليق بها وما اشتغلتش، تقول لها انت مش، تقول لها انت اللي ما اشتغلتيش فانت لا، ده اصل في ربة البيت انها ما اشتغلش. امراه اعتادت طول عمرها تجلس في بيتها اشتغل؟ لا. لذلك قالوا يليق ايه؟ يليق به. او له مال او كسب لكن لا يقعان موقعا من حاجته، يعني من كفايته. طيب آه ويشترط طبعا في الكسب انه يكون حلال، والا لو كان حراما، او المال او الكسب يكون حلال، فلو كان حراما يكون غير معتبر. طيب يا مولانا، طب احنا قلنا لو كان له مال لا يقع موقعا من كفايته، العمر الايه؟ الغالب، ان تم توزيعه عليه، فهذا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم عليه زكاه، فقير. طب لو كان لا يقع موقعا من كفايته، تمام، وان وزع يعني على العمر الغالب لكنه يتجر فيه فيكفيه يوم بيوم، فقير؟ لا مش فقير، لان العبره هنا بالايه؟ باليوم. تمام. طب لو كان ركز معايا، عنده مال بلغ نصابا لكنه لا يقع موقعا من كفاياته طوال عمره، ما بقي من عمره الغالب، يطلع الزكاه ولا ياخذ الزكاه؟ يطلع الزكاه عشان هو ملك ايه؟ وياخذ الزكاه لانه يستحق، لانه فقير. واضح ولا مش واضح؟ هيطلع الزكاه وياخذ الايه؟ الزكاه. طيب واضح كده يا شيخ؟ المساله واضحه يعني. اتفضل. صلي على النبي. عيل عنده مال، الواد ده ما يقدرش يتاجر في هذا المال، تمام؟ او مثلا رجل اكرمكم الله عاجز عن الكسب وعاجز عن كل شيء، وكل ما يجي يتاجر مال الناس تسرق ماله، فبقي شويه مال. ها هذا المال بلغ نصابا، تمام، لكنه لا يقع موقعا من كفايته. ده هو مثلا ممكن بياخد ابره في اليوم مثلا كذا وكذا، مريض مثلا، ربنا يعافي المسلمين اجمعين، لا يقع موقعا من كفايته اي ما بقي من عمره الغالب. ده فقير ولا مش فقير؟ طب ما معاه نصاب، يبقى عليه الزكاه، وايضا واضح كده؟ طب بارك الله فيك. طيب هسالك سؤال وانت ترد عليا. طبعا انا اخترت في الفروع في هذه المرحله ان شاء الله، يعني ايه مش بعد كده في بقيه الابواب ان شاء الله يعني ايه ننجز اسرع من ذلك يعني. لكن لان الزكاه امرها مهم يعني، لان اخواني بيصل الى الزكاه بنفس في كتب الفقه الذين درسوها، بنفس ليس طويلا، فبيوصلوا لها ايه كده. حتى مع الاسف من يشرح تراه في هذه المساله ايه يقصر في النفس وينجز في الايه في الفروع الدقيقه. ركز معايا، هسالك سؤال وانت ترد عليا. في اشياء هسألها لك، هل هي تمنع اسم الفقر او المسكنه او لا؟ ماشي. عنده نفقه، انا قلت لك او نفقه واجبه ولم يكتفي بنفقه واجبه، طب كويس نتكلم فيه. واحد بينفق عليه واحد نفقه واجبه، وهذه النفقه تكفي، فقير ولا مش فقير؟ مش فقير. يبقى خرج عن اسم الفقر والمسكنه من كانت له نفقه، ركز معايا، واجبه، خرج بذلك نفقه. يبقى لو واحد بينفق عليك نفقه ليست واجبه ولو كانت تكفيك لا يخرج عن اسم الفقر، تمام. لكن لو بينفق عليك نفقه واجبه، كرجل ينفق على زوجته نفقه واجبه، نفقه الزوج على زوجته واجبه ولا مش واجبه؟ وتكفيها، فقيره؟ تحت مسكينه؟ لا. يبقى لو لك نفقه واجبه، ركز بقى معايا، لك نفقه واجبه، الشرط الاول تكون ايه؟ الشرط الثاني هي تكفيك، الشرط الثاني هي ايه؟ فلو كانت هذه النفقه الواجبه لا تكفيك كمن تزوج امراه اكولا، انا اسف يعني في الكلمه، طبعا النساء كلهن ها على الراس ان كن من المسلمات العفيفات الطيبات يعني، وكن كذلك ان شاء الله تعالى. هذا كان ده مثال يضربوه الفقهاء فلا غضاضه في ذكر يعني. امراه مثلا اقول اكرمكم الله، طبعا ان شاء الله بتعرف باب النفقه في الزوج، ان لك الزوج دي نفقه واجبه على زوجته، مقدار معين هيحددها لك، فهو اداها النفقه المعينه المقدره عليه ما كفتاش، هي امراه مثلا ايه اكوله، تمام، الان لها نفقه واجبه لكنها لا تاخذ الصدقه، تاخذ الايه الزكاه، تمام. امراه ناشزه، امراه ايه زوجها يمنعها
النفقة تاخذ الزكاة؟ تاخذ الزكاة؟ لا تاخذ على دماغها يا شيخ. تاخذ الزكاة ايه؟ لا تاخذ الزكاة لأنها تستطيع أن تسترد النفقة الواجبة عليها في الحال عن طريق الطاعة. دي آثمة أصلا، دي ناشز. تاخذ الزكاة؟ لا طبعا. صح. الله يفتح عليك. لأنها تستطيع أن تسترد النفقة الواجبة عليها في الحال. واضح ولا مش واضح؟ بمجرد ان هي تعمل ايه؟ تخرج من نشوزها وتعود الى طاعه زوجها، وهي طاعه في واقع الامر ربها سبحانه جل في علاه الامر بطاعه زوجها. طيب يا مولانا، طيب هو اسالك سؤال تقول لي قال مكتسب قدر كفايته كل يوم، راجل شغال باليوميه ياخذ قدر كفايته مش محتاج حاجه، عنده الكفايه، ده ايه؟ ليس فقير ولا. طيب راجل ممكن عنده حرفه يشتغلها او عنده محل يشتغل فيه، هذا المحل يكفيه، لكن ترك العمل للانشغال بالنوافل. ها، فقير يمنع اسم الفقر والمسكين ولا لا يمنع؟ لا يمنع. صح؟ لا يمنع. يعني لا يمنع ليس فقيرا ولا مسكينا لانه انشغل بالايه؟ بالنوافل. لكن لو انشغل بالواجبات بالفرض الكفائي كطلب العلم، كطلب العلم بشرط ان يكون يتاتى منه، يعني ده يكون جاي منه، ما يكونش جاي منه لا، طالب علم يكون يجي منه يتاتى منه، فهذا ولو كان عنده صنعه او قدره على العمل تكفيه، هذا ايضا ياخذ من الزكاه. هذا ياخذ من الايه؟ واضح مش واضح؟ طيب كذلك ايضا لو كان مالكا، واحد عنده نفقه لكن لا تكفيه، عنده مال لكنه لا يكفيه، مع ان لو جيت تقول لي يا شيخ اللي انت شايف ده عنده بيت وعنده خادم وعنده ثياب، وعنده ثياب للتجمل كمان، تمام، بل المرأة عندها غويش وكانت شابة، كل هذا لا يمنع وصف المسكن، لأن هذه حاجات يحتاج إليها. فلو كان له مسكن أو ملبس ولو للتجمل، طبعا المرأة تتجمل بغويشة لو كانت شابة، لو كانت ذات زوج يعني تحتاج للتجمل يعني، تمام، أو ثياب أو خادم، كل هذا لا يمنع وصف الإيه؟ المسكن، لا يمنع وصف المسكن، تمام. طب لو عنده كتب ممكن يبيعها، لو يحتاج اليها لا ما يبيعهاش، ولا يمنع وصف المسكن ولا الفقر. طب لو عنده مصحف، بص الفرع عندنا بنقول ده عجيب، لو عنده مصحف يبيعه سواء يحتاج اليه ولا ما يحتاج اليه. ليه؟ قال لك يمكنك تحصيل الايه من غيرك لكثره الحفاظ، طبعا الا ان تكون في زمان ايه؟ خلينا بقى ان عدم ده الحمد لله رب العالمين، هذا الزمان لن يكون بحال باذن الله الكريم الا في اخر الزمان، لكن وكم في الزوايا من قضايا، وكم في الناس والفضل لله والمنه من بخير، الحمد لله والشكر لله. قال كذلك ايضا عنده مال، عنده مال، طبعا ما حدش يقول في الشافعيه بيقدموا الكتب على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لا المساله بالله على حسب الايه؟ البدائل. طيب عنده مال لكن هذا المال بعيد عنه مسافه قصر، تمام، هذا في هذه الحاله ان استطاع ان يقترض الى ان يحل المال ماشي، ما لقاش حد يقرضه هياكل ايه؟ هيعض الارض، ياخذ من الزكاه الى ان ياتي ايه؟ مال. طيب عنده مال في مدينته حال حاضر لكنه محجور عليه، او حال بينه وبين هذا المال كغصب، او مثلا طفل عنده مال عنده 3 مليون جنيه بس المال بيتحاسب مثلا قافل عليه، هياخد منين الولد ده؟ فاهمني؟ فهذا في هذه الحاله ولا حول ولا قوه الا بالله مال مؤجل او مال حال بينه حال وهو عنده، فهذا ايضا ناخذ من الايه؟ من الزكاه، والله تعالى اعلى واعلم. يعني شوف نقرا بقى ماذا قال عن الفقير والمسكين. ها؟ هو مش هياخد اصلا غير لما على قدر من المات يعني. ان شاء الله على قدر الفقر بس. قال وهذا هو الصنف الاول، والفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، او له مال او كسب ولكن لا يكفي نصف حاجته، فمن يحتاج الى 10 مثلا ولا يملك الا 2، ولو كان له مال على مسافه بعيده، اكتب مسافه قصر مرحلتين يعني، فله الأخذ من الزكاة إلى أن يصل المال، إلى دي غاية، إلى أن يصل ماله، ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حول الدين، عنده مال لكن هذا المال دين مؤجل، تمام، له أخذ مال يكفي لحد ميعاد الإيه؟ السداد، ولو قدر على الكسب فلا يعطى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا نص في هذه المسألة، يعني كل الفروع اللي احنا فرعناها ديت على هذا الايه؟ لا حظ لها لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. قال وفي رواية لذي قوة مكتسب. قال إلا إذا كان مشتغلا بطلب العلم، اكتب عندك هنا فرض كفاية، طلب العلم ده اسمه ضرب مثل من أمثلة، اكتب إلا يكون مشتغلا بفرض كفاية تشغله عن التكسب، والاشتغال بالكسب سيمنعه من طلب العلم، يعني عن فرض الكفاية. افرض واحد مثلا مشتغل بتغسيل أموات المسلمين ومفيش غيره، يقول له انزل اشتغل ما تغسلش أموات المسلمين، وده فرض كفاية، واضح مش واضح؟ قال ولا بد في المال والكسب ان يكون حلالين فلا عبره بالحرام. ليه مش لا عبره بالحرام؟
لانه كان معدوم ممتاز لا يملكه. ولا يعتبر في الكسب ويعتبر في الكسب ان يكون لائقا به، فلا عبره بغير اللائق. يعني لو توفرت لي شغلانه بس غير لائقه به. يعني ويعطى فقير وكذا مسكين كفايه عمر غالب، يعني 62 سنه. تكتب كفايه عمر غالب، كفايه ما بقي من عمره الغالب. كفايه ما بقي من عمر الغالب اللي هو 62 سنه، اللي هو يحسب من يوم 62 سنه من يوم مولدي. 62 سنه من يوم مولدي، ما بقي منهما، ما بقي منهم هذا بقيه عمره الغالب. فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه. تمام، يستغله في اي شيء يعني عشان ينفق منه. وهذا لو كان واحد ما يعرفش يتاجر. وفي ناس اخواننا المال في ايديهم صنعته ان هو تاجر، يروح يشتري ويعرف حاجات معينه. سبحان رب العظيم، هذه ارزاق. يعني في ناس اخواننا عندهم مهاره في التجاره، مش في النصب، مهاره في التجاره. الناس بتقول لك ايه، ده يعرف مثلا ايه حاجات كده، ويعرف يجيب ويعرف يشتغل دي ويعرف يشتغل دي ويعرف يضرب ماله ويشغل ماله. سبحان رب العظيم، هذا فضل ما يشاء. وفي ناس تعرف تنصب عليها. تمام. وفي ناس تعرف تنصب، نسال الله العافيه والسلامه. ها. لا، وفي ناس اخواننا عويله. تمام. ايه عويله بقى؟ يعني الله المستعان، هو يبين للناس ان هو تاجر وهو مش تاجر. ولا حول ولا قوه الا بالله. مش كل الناس تجاره مش شايف. المضارب ده شخصيه مميزه، شخصيه. وحقا لما نيجي نتكلم عن مضاربه ان شاء الله تعالى في فقه المعاملات، هتعرف ان المضارب ده مش اي حد يديله فلوسك. المضارب ده حاجه، يعني اقول لك ايه مثلا، ده صنايعي حرفي تجاره. يقول لك ايه، انا هعرف، مش عايز اقول. طيب. قال: واما ما يحسنه بحرفه فيعطى ما يشتري به آلاتها، ومن يحسنه بتجاره يعطى ما يشتري به، ويحسن ما يحسن تجاره فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا، وهكذا. يعني مثلا راجل عنده تجاره مثلا نجار، نعمل له ورشه ونجيب له الات غير ذلك. واحد عنده حرفه ثانيه ان هو ايه، يتاجر بالمال، ماشي، ياخد تاجر بالايه؟ بالمال. قال: والمساكين جمع مسكين، وهو من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتاج يقع موقعا من كفايته، يعني النص فيما فوق ما لم يصل الى حد الكفايه، ولا يكفيه كمن يحتاج الى 10 دراهم وعنده 7، ومثله لو عنده 8، ومثله لو عنده 9. طيب. قال: والعاملين عليها. طبعا الشيخ ربنا يرحمه الماتن رحمه الله عليه، مشى في الترتيب كترتيب قوله تبارك وتعالى في الايه. قال: العاملين عليها. العامل عليها هو من استعمله الامام. يبقى ما فيش عاملين عليها لو وزع المالك زكاته بنفسه. تمام، على المعتمد يعني، او عن التحقيق عندنا في المذهب. يبقى جمع عامل، وهو من استعمله الامام على جمع الصدقات. ده الصنف الثالث، من استعمله على جمع الايه؟ الصدقات. كساع يشبيه. يعني ايه كساع يشبيه؟ يعني واحد بعته يقول له يلا يوصل للناس اصحاب الاموال واجمع منهم الزكاه. تمام. وكاتب يكتب ما اعطاه ارباب المال. الساعي ده محتاج واحد معاه ايه؟ كاتب ما اعطاه ارباب الاموال. وقاسم يوزع هذه الاموال على المستحقين ونحوهم يعني من وزان وكيال وحمال. وانت هيشتغلوا ناس كتير في هذا المجال يعني. تمام. ونحوهم. وهؤلاء يعطون اجره المثل، لكن خلي بالك، يشترط فيهم اهليه الشهادات والعلم. يعني الفقه بالزكاه لازم تبقى دارس فقه ايه؟ الزكاه. تمام. ان كان هو متصرف، لكن لو كان واحد بيقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لا يشترط فيه الفقه. تمام. ويجوز ان يكون من بني هاشم بن عبد المطلب ومواليه. ازاي مولانا هو مش بني هاشم بن عبد المطلب ومواليه؟ مش من اهل الزكاه. ها. يعطى، مش انها وظيفه، يعطى على انها اجره من بني هاشم بن عبد المطلب ومواليهم. يعطون كاجره لا كزكاه. لكن عامل عليه ياخذ من مال الزكاه، ياخذ من مال الزكاه كزكاه، بس ياخذ اجره المثل. لكن بني هاشم وبني عبد المطلب ومواليهم مش هياخذوا من مال الزكاه كانها زكاه، هياخذوا من مال الزكاه كانها ايه؟ اجره. ومثلهم لو كان حمالا ووزانا كافرا يصح استعماله؟ نعم، إذ يصح استئجار الكافر ويأخذ من مال الزكاة باعتبار الأجرة. واضح ولا لا؟ باعتبار أنها زكاة، إذ الكافر لا يأخذ من الزكاة كمثال، يأخذ منها باعتبار أنها أجرة. واضح كده يا مولانا؟ تمام. ثم قال: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع. خلي بالك، المؤلفة قلوبهم قسمين: مؤلفة قلوبهم مسلمين، مؤلفة قلوبهم كفار. المذهب عندنا، طب تعالى نشوف بس المؤلفة قلوبهم كم نوع من المسلمين وكم نوع من الكفار. الكفار إما كفار يرجى إسلامهم، هذا نوع، أو كفار يخشى ضررهم، هذا هو النوع الثاني.
المذهب عندنا أن الكافر لا يأخذ الزكاة مطلقا. إننا مولانا تمدين مؤلفة قلوبهم، وربنا قال والمؤلفة قلوبهم، قال هذا عام خرج منه المؤلفة قلوبهم من الكفار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعز الإسلام فكان في غناء عنهم. قلنا لهم وماذا بعد؟ قالوا هذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك عنه. تمام؟ لأن عمر رضي الله تبارك عنه منعها عن مؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى أهله عن التأليف. تمام؟ وبقي من سهم المؤلفة قلوبهم البقية اللي هم المسلمين، وهم أربعة. النوع الأول أسلم ونيته ضعيفة. أسلم لكنه على إيه؟ على وجه، وإن كان إيمانه صحيحا لكنه إيه؟ ضعيف، فده تأخذ عشان تعبده. ولو كانت امرأة، الحالة الثانية رجل أسلم وهو كبير في قومه، ولو أخذ لأسلم كل قومه يأخذ. ولو كانت امرأة لأسلم، أسلم ونيته قوية لكنه كبير في قومه، ليه شرف في قومه. لو أخذ المال يسلم من وراء، هذا يعطى ولو كانت امرأة. واضح مش واضح؟ النوع الثالث مسلم لكنه يكفينا على ثغر مثلا او مثلا ايه، يكفينا من يلينا من الكفار، ومثلا على مش على ثغر، على حدود مثلا، ويكفينا من يلينا من الكفار. ياخذ، نعم ياخذ، لكن لا مدخل للمراه هنا. او كان يكفينا، الحاله الرابعه مسلم لكنه يكفينا مانع الزكاه. تمام؟ فهذا ياخذ ولا مدخل للمراه هنا. طيب ما ضابط الكفايه؟ ضابط الكفايه انه يكفينا او يكون اعطاؤه اهون من تجريد الجيوش لمقاتله الكفار او لقتال مانع الايه؟ الزكاه. فده مثلا هيكفينا هذا الامر فنديله ايه؟ وخلاص. لكن هذا يعطى عند الحاجه فقط، اللي هو انه يكفينا يعطينا عند الحاجه فقط، ولا مدخل للمراه في الحاله الثالثه والايه؟ والرابعه. تمام؟ هذا عز الاسلام بهذا. قال هنا الشارح: طب لو فرق المالك سهم المال، هل يسقط سهم المؤلفه؟ بعضهم يقول يسقط سهم المؤلفه، بعضهم يقول لا يسقط سهم المؤلفه الا الحاله الثالثه والرابعه، اللي هي يكفينا شر من يلينا من الكفار او يكفينا شر مانعي الزكاه. لكن اسلم الناس ضعيفه او اسلم وسيد في قومي يمكن المالك ان يعطيها له. إيه؟ اي صوره المالك هو اللي بيوزع الزكاه بنفسه كده، يبقى هياخد سهم يعني مش حد يعمل عليه. طيب هيسقط سهم المؤلفه قلوبهم مش هيسقط؟ بعض اهل العلم قال يسقط عندنا، وبعضهم قال لا يسقط. الذي يسقط هو ايه؟ ان يعطي من يكفينا شر الكفار ان ده عم متعلق بولي الامر، او يعطي من يكفينا شر منع الزكاه اللي ده عم متعلق بالامر. قال هنا رحمه الله او قال الشارح حفظه الله: المؤلفه قلوبهم جمع من التأليف وهو الجمع، وهو على قسمين: الكفار، الاول الكفار وهم من يرجى اسلامهم او يخاف شرهم فلا يعطون من الزكاه لان الله عز وجل اعز الاسلام واهله واغنى عن تأليفهم. تكتب ولفعل عمر. الثاني المسلمون هم اصناف: صنف اسلم ونيته ضعيفه فيعطون من الزكاه تأليفا ليثبتوا، يعني حال نيتهم ضعيفه. وصنف اسلم ونيته قويه وله شرف في قومه ويتوقع اعطاؤه باعطائه اسلام غيره من الكفار، هذا ايه؟ يعطى. صنف اسلم ونيته قويه وله شرف في قومه نطلب باعطائهم جهاد من يليهم من الكفار، وهذا الصنف يعطى عند الحاجه فقط. وصنف اسلم ونيته قويه وله شرف في قومه نطلب باعطائهم من الزكاه قبض الزكاه من مانعيها، وهذا الصنف مش النصف، هذا الصنف يعطى عند الحاجة إليه. صح الكلمة. قال وفي الرقاب، تعال نشوف بقى. وفي الرقاب هو المكاتب كتابة صحيحة في كله، يعطى من مال زكاة من زكاة مال، يعطى من الزكاة إلا من زكاة مال المكاتب. تعال نصوغها بشكل ثاني. المكاتب في الرقاب اللي هو المكاتب، السيد والعبد. كاتب السيد عبده، من الفاعل؟ يبقى فين اسم الفاعل بقى من كاتب؟ مكاتب. يبقى المكاتب ده مين؟ السيد. كتب من؟ اسم مفعول ازاي؟ ممتاز. يبقى كاتب السيد عبده، فالسيد مكاتب والعبد مكاتب. المكاتب مكاتبة صحيحة في كله يعطى من الزكاة إلا من زكاة مال المكاتب، ويعطى من الزكاة ولو كان المكاتب كافرا أو هاشميا أو مطلبيا، يعني ممن تمنع في حقهم الصدقة الزكاة الواجبة.
يبقى المكاتب كتابة صحيحة في كله يعطى من مال الزكاة، ولو كان المكاتب ممن لا يصح إعطاؤه الزكاة، إلا عشان الاستثناء ده لو كان المكاتب دي مسألة تانية، ولا يعطى من مال الزكاة من مال زكاة مكاتبه، ولا يعطى من مال زكاته. تعال نشرح الكلام ده. المكاتب خرج بذلك العبد غير المكاتب، والمكاتب كتابة صحيحة خرج بذلك العبد المكاتب كتابة إيه؟ باطلة فاسدة. تمام؟ في كله خرج المكاتب فين؟ في بعض. كيف يكتب في بعض؟ كأن يقول رجل وصيت بمكاتبة، أوصى بمكاتبة عبده، فلم يكتفي ثلث ماله عن هذا، يعني عبد أكثر من ماله، فقال له خلاص يبقى هنكاتبه في مقدار الثلث اللي هو مثلا إيه؟ جزء منه. فهمت الصورة؟ هو الراجل قبل ما يموت قال إيه؟ أنا وصيتي ليكم كاتبوا هذا العبد. الوصية تكون أتصرف فيها في حدود إيه؟ العبد ده أكثر من تلت، يبقى هنكاتبه فين؟ في حدود ثلث، فيما هنكاتبه في نفسه بما يوافق ثلث التركه فقط، والباقي يفضل عبد زمان. ثلث التركه ده طلع نصه، طلع ربعه، طلع ثلاث ارباعه، ايا كان. تمام؟ فده عبد مكاتب، عبد مكاتب كتابه ايه؟ ليس كامل. كل هؤلاء ياخذون الصدقه. ياخذ من الصدقه، ياخذ الصدقه، نعم ياخذ من الصدقه ولو لم تحل النجوم، يعني كان متفق مع سيدي ان هو قال له ايه؟ هجيب لك كل شهر لمده 3 سنين مثلا. فبعد اول شهرين قال لك عايز زكاه، اديها له كلها عادي ولو لم يحل ايه؟ وقت التنجيم. تمام؟ طيب يا مولانا، قال يعطى من مال الزكاه، يعطى من مال الزكاه حتى ولو كان سيده، لو كان المكاتب كافر. ازاي؟ ما كده الكافر ياخد مال الزكاه؟ اقول لك لا، لم ياخذها على انها مال زكاه، لا اخذها على انها مال ايه؟ مكاتبه. يبقى العبد امتلكها وبعد كده ايه؟ طبعا العبد امتلكها ازاي؟ تقول المكاتب امتلكها، لان المكاتب يمتلك ثم اعطاها له كسداد لايه؟ وكذلك لو كان سيده هاشميا او مطلبيا لم ياخذها على انها مال زكاه، وهذا ما يسمى باختلاف الايدي، هي لها صدقه ولها منه هديه. حديث برير رضي الله تعالى عنه، عارفينه ولا اعيده ولا اذكره؟ عارفينه؟ النبي عليه الصلاه والسلام وجد البرمه، فقال على اللحم، اللحم يعني وجد اللحم على النار، فقال لعائشه انا يعطيني طعام، فاديت طعام ما فيهوش لحم، فقال يعني سال عن اللحم، قالت هو صدقه على برير، صدقه تصدق بها على برير، فقال هي لها صدقه ولها منا هديه، ولها منا، والا فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يحرم في حقه الصدقه الواجبه والمستحبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ان ال محمد لا ناكل الصدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تمام؟ واضح مش واضح شيء؟ طيب، هل للمكاتب ان يعطي المكاتب زكاه ماله؟ يعطيه ولا ما يعطيهوش؟ قال لك لا ما يعطيهوش. طيب ليه؟ ها؟ لا ما يلزموش نفقات ولا حاجه. لا ما يلزموش نفقات يا شيخ، لان صار في لسه يا شيخ، لسه في تعلق ملك. لا، تعلق ملك، تعلق ملك، انت لسه بتملك هذا. يعني لو المكاتب عجز نفسه، هل انت محتاج ملك جديد ولا يدخل ملك مباشره؟ يبقى لسه الملك موجود، ففي تعلق ملك. واضح ولا مش واضح؟ فانت بتدفع لما يجب، ليتعلق الايه؟ الملك. هو ليه العبد يا اخوانا ما ياخدش الزكاه في سيئاته؟ لانه مكتفي بنفقه ايه؟ سيده. طيب تعالى نشوف ماذا قال عن المؤلفه عن المكاتب، واحنا خلصنا المكاتب. قرانا هنا قال وفي الرقاب، تكون بنا. قال الرقاب جمع رقبه، تكون بنا كلها، يعني ده مش رقبه فقط يعني. فهو من اطلاق الجزء واراده الكل، وهم المكاتبون كتابه صحيحه فيعطون من الزكاه، وهم الكاتبون كتابه فيعطون من الزكاه ان لم يكن معهم، طبعا الكاتبون كتابه صحيحه في الكل، في كله، فيعطون من الزكاه ان لم يكن معهم مال يكفي لسداد دين الكتاب. تمام؟ دي يا اخوانا، لانه قال هنا وفي الرقاب، اول ما وفي الرقاب يبقى هنا المساله هتبقى على ايه؟ على قدر الحاجه فقط، على قدر الحاجه فقط. طب معاه اللي يسد خلاص، معهوش اللي يسد ياخد على قدر الايه؟ السداد. طيب قال والغارمين، والغارمين، الغارم له 3 أحوال، طبعا ده على الإجمال وخمسة على التفصيل، خلينا في الثلاثة دلوقتي ولما نكبر ناخد الخمسة. أول حاجة استدان لتسكين فتنة بين طائفتين، هذه الحالة الأولى، استدان لتسكين إيه؟ فتنة بين طائفتين، في قتيل ولو في غير آدمي، جمل اتقتل، كلب القوم اللي قتل، أيا كان. تمام؟ استدان في تسكين فتنة بين طائفتين ولو إيه؟ تسكين فتنة بين طائفتين، في قتيل ولو في غير آدمي، لم يظهر قاتله، هذا ليس قيدا ولو ظهر قاتله.
والمساله كلها يا اخوانا مش على القتيل فقط، هي المساله كلها ايه؟ تسكين فتنه بين طائفتين. تمام؟ لم يظهر قاتله او ظهر قاتله ولو كان غنيا، ولو كان، لان اخوانا كده لو كان غنيا قلت له لا مش هدفع لك، انا كده هخلي الناس تحجم عن ايه؟ عن المكارم، عن مكارم الاخلاق. في الشرع اخوانا بيحض عليه لو كان غنيا ياخذ، بس ياخذ بشروط هتعرفها دلوقتي. تمام؟ ولانه كده كل واحد يقول ايه يا عم انا مش هصدق في اصلاح ذات البين، غلط. طيب من للناس؟ عشان كده اخوانا طالب العلم حقيقي مش اناني، مش اناني. سبحان ربي العظيم. نسال الله العفو، نسال الله العفو والسلام، نسال الله العفو والسلام. فلو دفع او سد الدين، هو بقى من نفسه دفع ابتداء، طبعا ده اجر عند الله عظيم. او سد الدين ده طبعا قلنا احنا عاهدناه على مشايخ الدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى، والله العظيم كانوا يفعلون ذلك حقا، ويدفعون من انفسهم ولا ينتظرون شيئا. سبحان ربي العظيم. يعني الدعوه التي قامت في هذه البلاد قامت على امثال هؤلاء، ودي قلنا من اكبر ابواب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الذي يطعن في هؤلاء طاعن في الله سبحانه وتعالى، وطاعن في دعوته هذه، وطاعن في نفسه. نسال الله العافيه والسلام. يعني كانوا يعني اصلاح ذات البين ويدفعون ويتغربون هذه الغرامات ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، طيبه بها نفوسهم من اجل ايه؟ من اجل اصلاح ذات البين واصلاح الدعوه الى الله، من اجل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. في ناس تخش هذا الباب من اجل المصلحه، وقد ينسبون اهل العلم ظلما وبهتانا، نعوذ بالله من ذلك. شاهد. فلو دفع او سد الدين او ابرأه من عليه من له الدين، خلاص ما ياخدش ليه؟ زكاه من سهم غارمين. لكن امتى يعطى بقى؟ لكن لو طبعا لا يعطى من سهم كده، يعطى من سهم الغارمين، لكن قد يكون فقيرا يعطى من سهم الفقراء، قد يكون غازيا يعطى من سهم في سبيل الله. احنا ده يمنع سهم الغارمين في حقه فقط. قال يعطى من الزكاه ان كان من اصناف الاخرى. طيب الحاله الثانيه، تداين لنفسه وعياله، تداين لنفسه وعياله، تداين لنفسه وعياله، من يعودهم يعني، من تلزمه نفقتهم من اصول وفروعهم وزوجات ومملوك ولو ايه؟ اكرمكم الله ولو ذكر يعني. من تلزمه نفقته، تداين من اجل ايه؟ من اجل هؤلاء. تداين لنفسه وعياله، تداين ركز بقى معايا في مباح ولو غير طاعه، تمام؟ وانفقه في مباح، او تداين في معصيه وانفقه في معصيه لكنه تاب وظهرت توبته، او تداين في مباح وانفقه في معصيه لكنه تاب. تمام؟ فكل هؤلاء يعطون من سهم الغارمين بشرط الاحتياج. شرط الايه؟ الاحتياج. والشرط الثاني حلول وفاء الدين. حلول وفاء الايه؟ الدين. لا يا شيخ، فرضا ربويا، لا طبعا. وانفقه في حرام ولم يتب، لا ما ياخدش، ما ياخدش طبعا. بتهزر يا اخوانا؟ هذا المال يستعان به على طاعه الله سبحانه وتعالى فعلان. راجل سفيه، هو مثلا هو اصاله سفيه بيستدين كده عمال على بطال، ده لا ياخذ من الزكاه اصالته، لابد ان يكون في مباح لا بسرف ولا بسبب. ولو اخذه في معصيه او انفقه في معصيه فيجب عليه ان يتوب حتى ياخذ، ولا ياخذ الا بشرطين: شرط ان يكون محتاجا للسداد، والشرط الثاني ان يكون الدين قد حال. لكن ان لم يحل الدين او كان غير محتاجا للسداد فلا سهم له، فلا سهم له، والله تعالى اعلى واعلم. طيب الحاله الثالثه تداين للضمان. ركز معايا، تداين للضمان يعني ايه؟ عندنا واحد ضمن فلان، ده ليه حالتين: ضمنه باذنه، ضمنه بغير اذنه. خلي بالك ما الفرق بينهما؟ لما تاخد درس الضمان ان شاء الله المساله هتستني عندك. ما الفرق بين ضمن باذنه وضمن بغير اذنه؟ ما الفرق؟ ان الذي ضمن بغير اذن المضمون فهذا متبرع لا يعود على المضمون بشيء، تمام؟ اما الذي ضمن باذنه فهذا غير متبرع، فهذا يعود على المضمون ان دفع. واضح؟ هنعرف بقى ده يؤثر في صلى على النبي. لو ضمن باذن المضمون ياخذ امتى الزكاه؟ ياخذ الزكاه لو كان معسرين. لو هو معسر، لو هو ايه؟ يعني حضرتك مثلا رحت اقترضت من ماجد فلوس، قال لك هات لي ضمن، انت قلت لي يا شيخ محمد ممكن تضمني؟ قلت لك مش، فانا هضمنك باذنك اهو بس. قال ضمن باذنه، هذا لا ياخذ الا مع الاعصار مع الاصيل. لا ياخذ المساهم ليه؟ لانه لو هو معسر مين هيدفع؟ الاصيل كده كده خلاص، لان كده كده له انه يعود على ايه؟ طب لو هو دفع من جيبه هيرجع بالايه؟ هيرجع الاصيل، تمام؟ لكن لو هو معسر والاصيل معسر يبقى الاثنين مديونين، فهنا ياخذ من سهم الايه؟ واضح كده مش واضح؟ لكن لو اذن بغير اذنه، يبقى الامر ايه؟ شلته هو، لم يعطى الا اذا اعسر هو، حتى لو كان الاصيل غير معسر. لان المجد هيقول لي ايه؟ مثلا يوسف مطر، المجد يقول لي عايز فلوس وانا ضمنت من غير اذنه مثلا، ساعتها هديله الفلوس لاني ضامن. تمام؟ شوفي كلام المسلمين
الغارم الضامن ايه؟ غارم. قلت انا اضمن، يبقى المفروض تبقى رجل، مش تبدا. انا شفت واحد بعيني قال انا ضامن، وبعد كده عمال يلعب بالمذاهب الفقهيه عشان يقول ايه؟ عشان ما يضمنش يدفع. ده دين، سبحان ربي العظيم. فانا ضمنت من غير اذن، يبقى انا دي شرك، تتبرع معه. يوسف هرب، يعني هو لا يفعل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، لكن هرب. ماجد طلبني انا معسر، هياخد من الزكاه. طب ده مع فلوس؟ لا، لان اصلا كده مش هعود عليه، هاخد من الايه؟ من الزكاه. واذا اذني لا يعطى الا اذا اعسر هو، وان ايسر وان ايسر الايه؟ المضمون عنه. لكن باذن المضمون لا يعطى الا اذا اعسر معه الاصيل، اعسر معه، لانه في حاله الضمان بالاذن يعود على الاصيل. طيب يا شيخ، يبقى الثلاث حالات اللي هو في الغارمين ايه هم؟ رجل تحمل حماله لدرء فتنه بين المسلمين ولم يسدها، ولم يدفعها ابتداء، ولم تسقط عنه. الحاله الثانيه رجل استدان في دين مباح، اخذه وانفقه، تمام، في دين مباح او غير مباح لكنه تاب الى الله سبحانه وتعالى، وحل الدين وليس عنده ايه؟ وهو يحتاج الى السداد، ليس عنده، تمام. طيب الحاله التي ذلك ما لا يعطى. طب الحاله الثانيه الضامن، لو ضمن لو ضمن باذن المضمون لا ياخذ من سهم الغارمين الا اذا اعسره، واذا ضمن بغير اذن اخذ ان اعسر وحده. طيب، نعم، اخذ ربطاب الى الله هنسدون. هنعمل ايه؟ طيب عليه ديون، ما ده ديون، وده دين ظلم، بس هنعمل ايه؟ ممكن بقى تحول مسدد فوائد، بس هتعمل ايه؟ ده دين، ده صار دين في حقه. طيب تعال نشوف ماذا قال الغارم. قال والغارمون على ثلاثة أقسام. قال جمع غارم وهو مأخوذ من الغرم وهو اللزوم، لأن الدائن يلزم المدين حتى يقضيه دينه. والغارم يطلق على المدين والإيه؟ يعني يطلق على الدائن والمدين. والغارمون على ثلاثة أقسام. الأول من استدان لنفسه، أنتوا زهقتم شيء؟ من استدان لنفسه أو لعياله لأمر مباح وحل أجل الدين وليس عنده ما يقضي به دينه، طبعا الأمر مباح ولو لم يكن طاعة. قال وليس عنده ما يقضي به دينه من نقد أو عرض فإنه يعطي من الزكاة ما يقضي به دينه حتى وإن كان قادرا على التكسب، لأنه لا يستطيع قضاء الدين. هو قادر على التكسب بس يكفيهم بيومه، بس مش قادر يسد الدين، لأنه لا يستطيع قضاء الدين إلا بضرر عليه وعلى صاحب الدين. الحالة الثانية من لزمه الدين بسبب الضمان، فإنه يعطى من الزكاة في الحالات الآتية إذا كان الضامن والمضمون عنه معسرين، تمام. يبقى لو من لزمه الدين بسبب الضمان فإنه يعطى في الحالات الآتية إن كان الضامن والمضمون عنه معسرين. طيب الحالة الثانية إن كان الضامن معسرا، يبقى لو كان الضامن والمضمون معسرين ياخد ولا ما ياخدش؟ طب لو كان الضامن معسر والمضمون عنه موسر، ركز معايا، ولم يأذن الضامن. بص، لو كان الضامن معسرا والمضمون عنه موسر وما أذنش له الضامن، ياخد ولا ما ياخدش؟ لو كان الضامن معهوش فلوس والمضمون معاه بس انا ضمنت من غير اذنك، اخد ولا ما اخدش؟ هاخد. ولم يأذن للضامن في الضمان، طب راجع الدرس ده. ولم يأذن للضامن في الضمان فإن يأخذ، فإن أذن له فإنه لا يعطى. فإن أذن له هيعود للمضمون فإنه لا يعطى، لأنه حينئذ يرجع على المضمون وهو موسر. يبقى إن كان الضامن معسرا والمضمون عنه موسرا ولم يأذن للضامن في الضمان يأخذ. اكتب كلمة يأخذ. ثالث حاجة أن يكون المضمون عنه معسرا، المضمون عنه معسر. مين اللي ياخد؟ اللي ياخد هم الاثنين، هو دين واحد، هي حفلة. لو المضمون عنه معسر هياخد هو دون الضامن، تمام. من لزمه الدين لإصلاح ذات البين، ده الحالة الثالثة، أو لمصلحة عامة، أو ولو كان غنيا، يعني سواء كان فقيرا أو، فإنه يعطى من الزكاة ما دام الدين باقيا. طيب يا مولانا جبت الكلام ده منين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. في وجه الدلالة من هنا إن ده لو كان غنيا، حديث اخواننا الصاحب طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتحمل حماله، طلب منه الزكاه يساعده فيها وهو غني. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يتحل المساله الا لثلاثه، ذكر منهم ايه؟ رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك. في وجه الدلاله ان هو غني. نافي المعمول بالعموم، جزاكم الله خير.
في وجه دلاله اقوى من ده. جزاكم الله خير. العموم برضو في وجه دلاله اقوى من ده. لا انت فهمت غلط، انت جبت وجه الشاهد صح وفهمت وجبت وجه الدلاله غلط. ايه ده؟ الله المستعان. رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك. من الذي يصح له ان يمسك عن السؤال؟ المكتفي. المكتفي. الفقير لا يحل له ان يمسك. هل يجب ان يمسك على السؤال؟ شوف وجه الدلاله. الفقه ده يا اخوانا، يعني طبعا مش الفقه اللي انا اديه لك، قصدي الفقهاء الكبار يعني نظرتهم نظره جميله، بتوسع مداركك. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه صغيره. شوف انت ممكن تقول لي الامر على الفوريه، بس الناس ما بيقولش الامر على الفوريه، ومع ذلك اتفق معاك ان الامر على ايه؟ على الفوريه. وجهه نظره وجهه لذيذه جميله، ممكن تستخدمها في ايه؟ في امور ابعد من دي. فهمنا مش فاهمين؟ ربنا علمنا. طيب، قال من لزمه الدين لاصلاح ذات البين او لمصلحه عامه ولو كان غنيا فانه يعطى من الزكاه ما دام الدين باقيا، فان اداه من ماله او دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغرم. اكتب الحديث عندك، الحديث مش مكتوب. قال وفي سبيل الله. الله اكبر. وفي سبيل الله، سبيل الله يعني في طريق الله. لكن لما كان الجهاد في سبيل الله، اسال ربي تبارك ان يحفظ المجاهدين في سبيله بحق سبحانه جل وعلا وان يرزقهم رزقا عاما شاملا غير منقوص. لما كانت سبل الطاعه كلها هي في سبل الله سبحانه جل وعلا، لكن لما كان الجهاد هو اعلى هذه السبل اطلق عليه بسبيل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. فالمقصود في سبيل الله نعم. قال في سبيل الله. قال اصل السبيل الطريق، فمعنى في سبيل الله الطريق الموصل اليه، وهو يشمل كل طاعه، لكن غلب استعماله عرفا وشرعا في الجهاد لانه طريق الشهاده الموصله الى الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه الشهاده في سبيله. ولذلك كان الغزو احق باطلاق اسم سبيل الله عليه، ثم استعمل في الغزو لكون الغزو قائما. والمراد به هنا، ركز معايا بقى، المتطوع بالجهاد. المتطوع بالجهاد ليس المكتتب في ديوان المرتزقه، يعني اسمه مش مكتوب في ديوان الناس بتاخد راتب، ده ايه؟ متطوع. والمتطوع بالجهاد لا سهم ولا سهم له في ديوان الجيش. اكتب كده ديوان المرتزقه اللي يكتب فيه الاسماء، يعني ده ديوان شريف. فيعطون من الزكاه ولو كانوا اغنياء. ياه، يعطى من الزكاه ولو غني؟ نعم، ياخذ من الزكاه ولو كان غنيا. ليه؟ اعانه لهم على الغزو. ده يا اخوانا دين قوام الدين كله، يحمي المسلمين واموال المسلمين واعراض المسلمين وكل شيء. قال إعانة لهم على الغزو وعلى كل واحد منهم. طبعا إعانة لهم على الغزو يأخذ إيه؟ نعم. الصوت إخوانا، تاخدوا الصوت؟ الصوت في مشكلة في شيء؟ ها؟ في مشكلة في الصوت؟ طيب. قال إعانة لهم على الغزو وعلى كل واحد منهم رد ما أخذه إن لم يغزو، أو فضل بعد غزوه شيء. في حاجة شغال شيء؟ الصوت مش شغال؟ شغال ولا مش شغال؟ طب كده شغال؟ طيب بارك الله فيك. شغال؟ طيب جزاكم الله خير. قال والمراد هنا المتطوع بالجهاد ولا سهم له في ديوان الجيش. واضحه دي يعني ايه؟ قال فيعطون من الزكاه ولو كانوا اغنياء اعانه لهم على الغزو وعلى كل واحد منهم رد ما اخذه ان لم يغزو او غزا وفضل عن حاجته من غزو شيء. طبعا فضل عن ايه؟ عن حاجته ليس على الاطلاق، يعني فضل بعد غزو شيء، شيء ايه؟ يعني شيء له قيمه يعني، وده ليه ضابط عندنا في المذهب، لكن مش مشكله ناخدها في الكتاب الذي يلي ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب يا شيخ. قال وابن السبيل. قال وابن السبيل. ابن السبيل، السبيل هو الطريق وهو المسافر، وانما سمي بذلك لملازمته السبيل وهو الطريق، ويعطى ما يكفيه. ركز بقى معايا. يعطى ما فيه ذهابا وايابا اكتب كده ان اراد الرجوع، لا اقامه، اذا كان سفره في غير معصيه ومحتاجا ولو كان قادرا على الكسب. يبقى القيود ديت ايه؟ قيود الاهميه بمكان. يبقى يشترط لاعطاء ابن السبيل الزكاه اول حاجه الحاجه. ثاني حاجه السفر يكون سفر غير لا يكون لا يكون سفر معصيه. تمام؟ لا يكون سفر، دول الشرطين فقط. لو كان قادرا على الكسب ياخذ، لان ده كسب يوم. طب طالما محتاج قادر على الكسب، لكن محتاج لفلوس يسافر بيها ياخذ. فاهم قصدي؟ طب لو وجد من يقرضه في المحل التي هو فيها ياخذ ايضا، لا يقترض، ياخذ له ان ياخذ. طيب لو بقي منه شيء يرده. لو بقي منه شيء يرده. طب هو اللي ضايق على نفسه، بدل ما يركب درجه اولى درجه اقل، يرد الباقي. تقدر على نفسك. انت تاخذ النفقه التي تليق بك ولو كنت، نعم، ولو ما نسيت لا يرد. تمام.
والمراد بالمسافر، من المقصود بالمسافر؟ نوعان. الاصل في المسافر، ايه الاصل في المسافر؟ والذي مر على بلد الزكاه ولم يكن معه مال في سفر غير مقصود، او لم يكن معه مال لسفر، يعني في سفر غير مقصود، ده اصل. مر على بلد الزكاه، البلد اللي اخرج فيها الزكاه، قال لك انا معيش فلوس يكفيني، تكفي تروحني لموطني، نقول له ايه؟ خد. في مشاكل؟ طيب لو هو هيخرج من محلته، من بلدته اللي هو ساكن فيها، ياخد ولا ما ياخدش؟ هذا عندنا في المذهب خلاف طبعا، لكنه ايه؟ اختلف في المذهب عندنا المعتمد انه ياخذ، قياسا على ايه؟ على ابن السبيل المار، لانه ممكن يكون محتاج مثلا يزور ابوه المريض في بلده اخرى، او يصل رحمه، تمام؟ فمحتاج فلوس، ياخد ذهابا وايابا لا اقامه. يا ده الاسلام ده جميل قوي، والله فعلا الاسلام ده جميل جدا جدا جدا. شوف يعني مثلا واحد، خلينا نروح كده، يقول لك عايز اروح اهلي في الصعيد، بس التذاكر ممكن مثلا عشان انا وعيلين ومش عارف ايه، عشان اركب القطر 15 ساعه، ممكن اخد مثلا السفريه تتكلف مثلا رايح جاي التذاكر فقط 3000 جنيه، وهو معهوش، ممكن ما يروحش بعيد عشان سبب هذا الامر. سبحان ربي العظيم. ها، شوف انت بقى فقيه، شوف انت دارس. عشان كده قلنا ازاي تكون دارس علم وتبقى بالجلافه دي؟ ازاي ما عندكش رحمه بعباد الله؟ والله ليس فقيه الاناني ولا منزعج من قلب الرحمه، يستحيل يكون فقيه، والله استحاله. سبحان ربي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. ده الفقه يعلمك ازاي تبقى اناني. طيب ازاي؟ طيب ده انت تكون ارقى الناس خلقا وارق الناس طبعا. سبحان ربي العظيم، ده انت تعاملك يكون من ارقى الناس. والله العظيم التعامل، عايز اقول لك على حاجه، لو تعاملت مع المبتدعه الذين يشتغلون بالفقه، هتجد عندهم اخلاقيات سميه. والذي رفع السماء بالعمل، وطريقه كلامه غير طريقه كلام الثاني، غير طريقه كلام المحدث او الاصولي او الراجل مثلا المتصوف او غير ذلك، والله العظيم يبقى من اهل السنه كده. انا اسمي لك بس عشان ما تقوليش هو ده من اهل البدعه، فانت تروح ايه؟ مظلوم، احنا كلنا مظلومين خلاص يعني. قال والمراد بالمسافر هو من ينشئ سفرا من بلد الزكاه او يكون عابرا في بلدها. قال والى من، انتهينا كده من الاصناف الثمانيه بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا. قال والى من يوجد منهم، يعني الى من يوجد منهم من اصناف الايه؟ الزكاه. خلي بالك احنا عشان نختصر المسافه، احنا قلنا لو هيطلع ولي الامر الزكاه فله حالان. الحاله الاولى ان يكون الفقراء محصورين، والمال يوفيهم جميعا، أو يكون الأصناف محصورين والمال يوفيهم، فهذا وجب عليه استيعاب الأصناف كلها والتسوية بينها بين الآحاد إن اتفقت حاجتهم، إلا العامل. إلا العامل دي استثناها من التعميم ولا من التسوية؟ من التسوية، من التسوية. لا ياخد أجرة الإيه؟ المثل. 1 2 3 10 مليون هياخد أجرة الإيه؟ المثل. خلاص واضح؟ طيب لو كانت، فهمت اللي احنا قلناه؟ لو كان الاصناف غير محصورين، كحال البلدين الان، طبعا بعد ما درس الزكاه تلاقي كل البلد فقراء غير محصورين مثلا، تمام؟ غير محصورين، او عندهم هم محصورون مثلا لكن لا مال يكفيهم، فلا يجب التعميم لانه مش هيقدر يعمل ده كله في نفس الوقت، تمام؟ ولا يجب التسويه، لكن يجب الا يقتصر على اقل من 3 من كل صنف، الا العامل يعطي العمال كلهم 1 أو 2 أو 3 أو 10. ولا يجب تسويه؟ نقول وانت حضرتك مش واخد بالك؟ ولا يجب تسويه، تمام؟ عشان ديت هتعرف لا يجب تسويه، ديت هتفيدك بفرع قدام ان شاء الله في كتاب متقدم بعد كده ان شاء الله رفعنا نفرعه على التسويه، ويتجب عند التسويه فلا تلزم مساله بسيطه كلها مسائل جميله طيبه. كل الان انت تاخد فروع كثيره مش فروع قليله كمرحله اولى، والله تاخد فروع كثيره جدا يعني، واضح كده صراحه مش شايف. وكذلك الملك، لكن هنستثني من الملك ايه؟ العام. واضح كده؟ طيب يا مولانا ركز بقى معايا. نقل الزكاه، لو لو لم يكن في المحله مستحقون للزكاه وجب نقل الزكاه الى اقرب محله. دي حاله اولى. لو كفينا كل المستحقين في المحله وبقي مال من الزكاه وجب نقله الى اقرب محله. دي حاله ثانيه. في مشاكل كده؟ وولي الامر له نقل الزكاه حتى لو كان المحله فيها محتاجون، لانه ولي الامر كل بلدته محله واحده. في مشاكل كده يا مولانا؟ خلاص كده؟ الحاله الثانيه، لو وفيت انا مثلا ايه بوزع الزكاه، فوفيت بعابر السبيل بابن السبيل كلهم، وبقي مال من انصبه ابن الايه؟ بعد ما قسمت ده ابن السبيل ده كذا وده كذا وكذا، بقي مال من انصبه ابن السبيل، اعمل فيه ايه؟ ارد للمستحقين لو كانوا محتاجين في نفس البلد. واضح كده؟ ده كل الكلام اللي المفروض يقال في هذا الموطن، والله اعلم. قال والى من يوجد منهم ولا يقتصر على اقل من 3 من كل صنف الا العامل، يكفي 1 ان حصلت به الكفايه.
طبعا الا ثلاثه، لان الله تتخلى انما صدقاته الايه؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن. طب في سبيل الله مفرد ولا جمع؟ وابن السبيل ده مفرد ولا جمع؟ تقول لي لا ده جمع، مفرد مضاف يا عمر. دي اول حاجه، واقل الجمع ثلاثه، او يلحق بالجمع المذكور ايه؟ اولا. فابن السبيل وفي سبيل الله هذا لبيان الجنس، والله اعلم وأعلم. طيب، قال الشارح: في محل الزكاة فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل كما ذكر المصنف رحمه الله، فإنه يعطى أجرة عمله، وهذا إذا تساوت الحاجات وانحصروا بالبلد ووفى بهم المال، فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال لم يجب التعميم والتسوية بينهم، لكن لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف واضح ولا مش واضح كام شايف؟ كل كلمة في الكتاب أنت خدت فوقيها وزيادة في هذا الكتاب، فتح الكتاب للزكاة. فاهمني؟ ما ينفعش يبقى كلمه في كتاب الزكاه تقول لي مش فاهم، ويقرا بعد كده يا اخوانا تسمع الدرس تتعب نفسها عشان انا قرات مش فاهم. ما تسالنيش على طول، ما تسالنيش على طول، مش عايز اجاوبك. انت لو تسالني بتفيدني اصلا، لكن انت بتعمل ايه؟ انت المفروض تعمل ايه؟ درب بنفسك، هتنساها على طول. لكن اسمع الدرس وانا جديد، او اسمع جرب الدرس واعمل كده لحد ما تسمعها تاني، واحمد ربنا. احمد ربنا ان في حاجه اسمها تسجيل. تخيل احنا مثلا قبل الوضع اللي احنا فيه ده ب 300 سنه، 300 ايه؟ ب 100 سنه، والشيخ قاعد بيدي الدرس، هتعمل ايه؟ هيبقى حالك عامل كده، وريحه نايمه كده، ويجي لها غيبوبه، ويفوق من الدوار، وبعد كده يلاقي نفسه بنها. مفيش كده، مفيش كده. قيمه المجلس اللي انت قاعد فيه ده، مش قصدي اقصد هذا بعيني. قيمه مجلس تاخد فيه معلومه عن الله، حكم من احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قيمه لا تدانيها قيمه. لما تفوت منك تصدق في قول القائل: العلم صيد والكتابه قيده، وثق حبالك بالقيود الواثقه، فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتدعها بين الخلائق ثلاثه. علشان كده انا ما بهتمش بالتسجيلات ابدا. ليه؟ مش مضمونه. افرض الغرب الكافر قال الحاجات اللي على اليوتيوب وكل، طب النت قفل، طب التليفون باظ، عايز اذاكر المساله، كتابك وقلمك لازم اكتبك كله كده. تبص عليه كده تلاقيه كله متلخبط كده ووحش ومش عارف تقرا فيه، هو ده. او انت راجل منظم بقى، ده امر تاني، بس تكتب. التسجيلات بقى تكتب الهاند فري ده، الكلام ده الهاند فري ده وقت الايه؟ وقت الراحه. تقول لي مثلا عايز انام واسمع كتاب مثلا طريق الى ثقافتنا، مثلا تسمع كتاب مسموع ولا حاجه. عايز مثلا ايه تراجع مساله مثلا كده ايه، انت اصلا مضبوط ضابطها، بس تسمع درس كله عشان كلمه واحده. تخيل تسمع درس كله عشان كلمه واحده، يا نهار ابيض. كلمه، والله كلمه واحده تتاكد منها بس، مباح. ميم باء الف حاء. لكن غير ذلك تعمل تضيع عمرك كده وتخلي نفسك في عرضه لهؤلاء. طب التليفون فصل والنت والشحن والنور قطع، كل دي عوارض. عوارض ما تتزناش يا اخوانا. حتى الحفظ عارض، لان الحفظ ايه؟ خوان. لكن ان كان هو طبعا ده اعلى درجه عاليه جدا يعني. نحن لا نزهد في الحفظ بحل الاحوال، الحفظ ده يتاتى لكبار القوم صراحه، لا لصغارهم امثال يعني. قال: وخمسه لا يجوز دفعها اليهم. هينتقل المصنف رحمه الله رحمه الله يتكلم بعد ذلك عن ايه؟ عمن لا، عن الصوت معلش. نعم، خلاص. ياخذ من الصوت، ياخذ ما لم يدفع ابتداء، او يسد ما دفعش بس سد، او يسقط عنه ما ياخدش. تمام، ما دفعش ابتداء، او لم يسد، او لم يسقط عنه ياخذ. لكن لو دفع ابتداء ما ياخدش، لو سد ما ياخدش. طب لو الراجل قال له خلاص مش عايز منك حاجه ما ياخدش. لا خلاص، هو الراجل احسن، وهذا لا فضل عظيم. طيب يا مشايخ بارك الله فيكم. قال: وخمسه لا يجوز دفعها. الهاء هنا عايد على ايه؟ الزكاه اليهم. خلي بالك خمسه هنا بقى، الشراح بقى واصحاب الحواشي يقول لك يعد لك الخمسه. عد معايا: الغني بمال وكسب او كسب، ده واحد. العبد اثنين. بنو هاشم ثلاثه. بنو عبد المطلب اربعه. الكفار خمسه. دي طريقه في العد. الطريقه الثانيه: ها، الغني بمال او كسب، العبد. بنو هاشم عبد المطلب ثلاثه. تمام. الكافر اربعه. الخامس ومن تلزم، ومن تلزم زكي نفقته. وضمن لك لا، ده الخمسه الاولانيين ومن تلزم المزكي نفقته، هذه استئنافيه. تمام. انا بالنسبه لي كلام الخطيب الشربيني ده كلام عالي. الخطيب الشربيني اختار اي واحد فيهم الثاني. تمام، صراحه يعني، وان ده اوقع يعني. لكن ايا كان يعني مش هنتعارك يعني. فاهم قصدي؟ ولا دي بقى اللي يتقال بيها بقى اصحاب مذهبيه، نقول لهم ايه؟ هونوا عليه. يعني دي اللي يتقال فيها ايه؟ مفيش مشاكل. مش تكتب لي فيها نص صفحه، مش تكتب لي فيها نص صفحه. انا بس ببين لك من انشغل بهذه الامور كيف يفقد حماسه، لان القلب ده وعاء، معاني قلبيه مكتمله، هتصرفها بغير معانيها هتذهب المعاني الحق وقت ما يحتاج اليها، وقت ما يحتاج للتحقيق وغير ذلك في مسائل الشرع الحلال والحرام. يقول لك طب احنا بقى هنفتي بالمذهب ده دلوقتي عشان ايه؟ الحاجه. دي غريبه قوي جدا، غريبه جدا.
سبحان ربي العظيم. المهم يعني قال وخمسة لا يجوز دفعها إليه: الغني. الغني بين الأكس، الغني له ثلاث حالات: غني بمال، يعني عنده من المال ما يكفيه إيه؟ كمل مين يكمل؟ بقية عمره الغالب، فهذا غني بمال. غني بكسب، عنده كسب إيه؟ يوم يكفي حاجات. طيب غني بمال أو كسب، الحالة الثالثة يعني إيه؟ لا، غني بمال أو كسب يعني ماله يكفيه 3/10 والكسب يكفيه 7/10، يبقى هو غني بمال أو إيه؟ أو كسب. طبعا اهل المنطق يقول لك هنا وفي قضيه رابعه لكنها قويه مش موجوده. ليه؟ غني من غير مال او كسب. مش ما تجيش بقى هو مش موجود، فيقول لك ايه لما ما فهمتش كلامي يبقى انت في حته حاجه من علم انت ايه؟ ما درستهاش، والحمد لله انت درست. دي الحته من اللي موجوده يعني. فهم خمسه لا يجوز دفعها اليه من الغني بمال او كسب. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا حظ فيها اي بالزكاه لغني او لذي مره سوي، وفي روايه مكتسب. قال والعبد، العبد ليه ما ياخدش الزكاه؟ لحاجتين: اول حاجه هو غني بنفقه سيده الواجب عليه مكتسب، تمام. الامر الثاني، طب تقول لي طب سيده معسر، ما هو سيده هو اللي هياخد وهينفق عليه. تمام. الامر الثاني وينفق عليه لا يمتلك، ممتاز. ما هيروح لمين؟ لسيده. هو ما امتلكش قصاد ما هيروح لسيده مباشره، تمام، لانه لا يملك شيئا، فهو ما ملكت يداه لسيده الا ان كان العبد مكاتبا فانه يملك، فانه يعطى من الزكاه. طيب يا مولانا، طيب ما الدليل ان العبد لا يملك؟ الدين العبد لا يملك، الدين العبد لا يملك. انت ليه مستخبي كده؟ ما قعدتش ليه؟ مش انت كمل نوم؟ طب تعالى اقعد هنا خد. من باع عبد له مال فماله سيد. فماله سيد يعني ماله سيد يبقى هنا استفدت من كده ايه؟ ان العبد ملوش اي ملك ليه. ما هو لو ليه ملك ليه هيسيبه سيده ليه؟ فماله لسيد الا ان يشترط، يبقى دي سلعه يقول له انا عايز اشتريها معاه. كذلك لانه غني بنفقه سيده ولانه لا يملك شيئا الى غير ذلك. قال والعبد. قال الثالث بنو هاشم. بنو هاشم ركز بقى معايا. بنو هاشم او بنات هاشم، بنو عبد المطلب او بنات عبد المطلب ومواليه لا يحل لهم الصدقه الواجبه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان ال محمد لا ناكل صدقه، صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام للحسن: كخ كخ ارمي بها انا لا ناكل صدقه. وقال عليه الصلاه والسلام: ان هذه الصدقه اوساخ الناس، انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد، وتحل لهم الصدقات المستحبه. تيجي تقول لي ليه يا مولانا؟ ده العموم. تقول لي هناك مخصص، حد يعرف يجيب مخصص؟ شوف المخصص ده. قال الله تبارك وتعالى: قال النبي عليه الصلاه والسلام: وكل معروف صدقه، والمعروف باتفاق جائز على ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، صح؟ وان تصدقوا خير لكم، وباتفاق يجوز فعل المعروف والتصدق وترك الدين لو كان من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن القران ايضا، حد يعرف ايه؟ ماشي. ممتاز. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، هم آل بيت نبي، هم آل بيت نبي. نعيما للفقهاء كيف يحيون مع الكتاب والسنة. سبحان الله. نعم. أيا كان بقى، أنت هنا تستأنس بها، أو ممكن تقول شرع من قبلها شرع إيه؟ لا، ده دي المسألة ممكن ما تبقاش خاصة، ممكن تبقى هل هي خاصة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده محتاج القياس أصلا لهنا، لكن أنت ممكن تلحقها لإيه؟ لأن بجامع إنها أوساخ الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام شريف وآله كذا، وكذلك الأنبياء والمرسلين. كان الأنبياء والمرسلين يبعثون من أشراف الإيه؟ والناس في الصدقات ثلاثة أصناف: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل له لا صدقة واجبة ولا مستحبة، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل لهم لا تحرم عليهم الصدقة الواجبة وتحل لهم المستحبة، وبقية الناس تحل لهم الصدقة الواجبة والمستحبة. لكن لما تيجي تدي واحد زكاة المال تمتلكها أنت أولا، ما هو آل بيت تمتلكها أولا، لأنك ما امتلكهاش أولا صح تغرمها، طلعتها غلط. تمتلكها أولا، بعد كده إيه؟ تعطيها له ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ ده باختلاف الأيدي. فابتديتها لو كنت من أهل الزكاة تمتلكها أولا كده. قال وهم بنو هاشم، طبعا ياخذونها هديه، ياخذونها ايه؟ هديه. يعني هذا من الاكرام، يعني ما تدوهاش من باب فيها صدقه، بس ان الخلاف وارد فيها الصدقات، الصدقات المستحبه ياخذونها هديه اكراما لعباد الله سبحانه وتعالى واكراما لبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال وبنو هاشم وبنو المطلب، وكذلك بناتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصدقه اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولقول النبي عليه الصلاه والسلام للحسن عندما وضع في فمه تمره من تمر الصدقه، عندما وضع في فمه من الفاعل هنا الحسن، ممتاز، تمر من تمر الصدقه فنبذها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيخ كيخ ان ال محمد لناكل الصدقات سواء منعوا حقهم من الخمس او لا، يعني ياخذوا الخمس او لا ياخذون ايه؟ الخمس. وبعضهم قال، بعض اهل العلم استظهر ان في هذه الاونه النوع الخمس كالاسترخاء على ما اذكر ياخذون من الايه؟ من الصدقات. قال ويجوز لكل واحد منهم اخذ صدقه التطوع عن المشهور وهو المعتمد. اتكلمنا عن هذه المساله. قال والكافر، الكافر لا ياخذ من الصدقات،
لقول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم، هنا من اغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. ويجوز اعطائهم من سهم العاملين عليه، من سهم العاملين عليها، اذا كان كيلا او اذا كان كيالا او حمالا او حافظا للزكاه، لكن ما ياخذش منها على سبيل انها زكاه، ياخذ على سبيل انها ايه؟ اجره. ونحو ذلك لكونهم كفارا مستاجرين، لان الذي يعطونه اجره لا زكاه. هذا ان ميز بين ده الكلام ده امتى؟ اكتب كده قيد، هذا ان ميز بين انصره، يعني قال ايه؟ ده سهم الفقراء العاملين عليها، الملك يطلبون من المساكين، ميز هذه الاسهم كده، فهنا ياخذ من السهم ده يدي لهم اجره. لكن ان لم يميز لا، ياخذون من الملك، ياخذون اجرتهم من الايه؟ من المالك، ياخذون اجرتهم من المالك. ده مين؟ الكفار المستاجرين، ايه؟ الكفار. والله تعالى اعلم. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها اليهم باسم الفقراء والمساكين. خلي بالك، من تلزم المزكي نفقته، واحد عمل وهيزكي، ينفع يطلعه لناس هو يلزمه نفقتهم؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عندنا اول حاجه، لو هو غني يبقى هم ايه؟ اغنياء بغناه. اغنياء بايه؟ بغناه. هم اغنياء بغناه طالما كانت النفقه تكفيهم. هم اغنياء بايه؟ بغناه طالما كانت النفقه تكفيهم. فارتفع عنهم اسم الفقر والمسكنه. اسم الفقر والمسكنه. ركز بقى معايا في الحته دي، هتستفيد بقى من كده ايه؟ ويجوز باسم كونهم غزاة وغارمين. طب لو كانوا غزاة ينفع بقى من تلزمه نفقتهم يعطيهم باسم سهم الغزاة؟ اه نعم. فهمت الحته ديت؟ يبقى ازاي يا مولانا ادي ما اديليش ابن زكاه مالي، ها، وهو تجب عليه نفقته، وادي له لو كان عليه دين؟ تقول لي لانك لا يجب عليك ان تسد دينه، لكن يجب عليك ان ايه؟ بنفقتك عليه رفع اسم الفقر والمسكنه، فمش هينفع ياخد. لكن بنفقتك عليه لم يرفع اسم الايه؟ الغارم او الغازي، فتعطيه. شوف الفقه المتين، شوف نظره الفقهاء رضي الله عنهم جميعا، كلام جميل جدا والله، كلام لا قمه في المتانه والجوده يعني. قال ما الغارم، لا طب ما الغازي ياخد نفسه، اي بس بياخد نفسه، بياخد نفسه مش ياخد غيره. فاهم قصدي؟ انت قلت لي بياخد نفسي ولا طيب ماشي. طب بلاش، طب هقول لحضرتك على حاجه. ماشي. قال باسم كونهم غزاة او غارمين. قال لانهم مستغنون، قال الشارح لانهم مستغنون بنفقته، لان المستغني بنفقه غيره لا يجوز دفع الزكاه اليه. طب لو كان عنده نفقه واجبه لكنه لا يكتفي بها، ياخذ زكاه وما ياخذش زكاه، بس من غيره طبعا. قال او عاملين عليه ياخذ، او مؤلفه او مؤلفين ياخذ اهو، او مسافرين ابن السبيل يعني ياخذ، او غزاة ياخذ، او غارمين ياخذ، لان بالنفقه عليه خرج اسم الفقر والمسكنه، خرجوا من اسم الفقر والايه؟ وما خرجوا من بقيه الاسماء. تمام؟ لانه قد انتفع عنهم وصف الفقر والمسكنه بنفقته الواجبه، لكن لم يذكر عنهم وصف التاليف او عامل عليها او غارم. والمراه لا تكون عامله عليها ولا غازيه ولا مؤلفه قلوبها، ولا مؤلفه لقلبها. فين؟ من المؤلفه قلوبهم فين؟ في الحاله الثالثه والرابعه، اللي هي تمنعنا ضرر الكفار او مناع الزكاه. لكن الحاله الاولى والثانيه تكون في اللي هي الحاله الثانيه، اللي هي اسلمت ايمانها ضعيف، او اسلمت ولها شرف في قومها، لو اعطيت سيسلم ايه؟ القوم من بعدها، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. الى هنا قد تم ما بداناه في كتاب الزكاه، والحمد لله على نعمه والائه، فله الفضل والمنه سبحانه جل في علاه، ولا فضل لاحد الا الله سبحانه وبحمده. نكتفي بما ذكرناه هذا، ورد العلم اليه اسلم. الله اعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله.